السلام عليكم يا شباب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين ان شاء الله. ركز كده بقى معايا عشان انا هكلمك عن كونسبت مهم جدا. نبدأ نتكلم في الفيديو ده عن مفهوم مهم جدا وهو الهدف من دراسة الاستاتيكس. طيب، في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الايكوليبريم. ركز كده بقى معايا. طيب، يعني ايه اصلا ايكوليبريم؟ كلمة equilibrium معناها ان الثبات او ان جسم عندي يكون ثابت متزن، بالعربي اسمها الاتزان. عندي جسم متزن. طيب، هو الجسم ممكن يبقى متزن ازاي؟ صلى على النبي. احنا قلنا في اول الاستاتيكس انك لما هتيجي تدرس جسم، الجسم ده لو هيتحرك، لو في موشن، لو الجسم بتاعك هيتحرك، فالجسم ده هيتحرك حركة من نوع من الاتنين دول. اما ان الجسم يتحرك حركه ترانسليشنال، يعني هو هيتحرك حركه انتقاليه، هيكون عند نقطه فيتحرك يروح لنقطه تانية. هيكون عند نقطه سي مثلا اسمها A، فيتحرك ويروح لنقطه تانية اسمها B، بغض النظر عن طريقه الحركه اللي هو اتحركها. ممكن يكون اتحرك في ستريت لاين او ممكن يكون اتحرك في كيرف بالشكل ده، بس المهم ان هو بدأ عند نقطه وانتهى عند نقطه تانية، فدي اسمها حركه ترانسليشنال او انتقاليه. هو اتنقل من مكان لمكان تاني. لكن الجسم برضو ممكن يتحرك حركة روتيشنال. يعني ايه؟ يعني الجسم لف، والجسم ممكن يلف بطريقتين. ممكن يكون الجسم بتاعي بيلف حوالين نقطة معينة، او ممكن يكون الجسم بتاعي مثلا حاجة زي كده، حتة عصاية، وحتة العصاية دي بتلف حوالين سنترها، حوالين نفسها. يعني هي بتلف حوالين السنتر بتاعها زي الدركسيون كده بالظبط، او زي كوكب الارض. لو احنا تخيلنا كوكب الارض، فكوكب الارض بيلف بطريقتين. الطريقه الاولى ان كوكب الارض بيلف حوالين الشمس، حوالين الشمس نفسها، دي الشمس، وده كده كوكب الارض، وهو بيلف حواليها في المدار بتاعه في مده تقريبا 365 يوم وربع. ده الفترة اللي بياخدها ايه كوكب الارض عشان يلف حوالين الشمس. بس برضو كوكب الارض وهو واقف حوالين نفسه كده، هو بيلف حوالين نفسه، بيلف حوالين نفسه اللي هو اليوم بتاعنا. اليوم بتاعنا على كوكب الارض اللي هو كل 24 ساعة. حلو. المهم ان الجسم بتاعي عشان يتحرك، فهو ممكن يتحرك حركة ترانسليشنال او ممكن يتحرك حركة روتيشنال. طيب، لو انت عندك جسم وعايز تمنعه من انه يتحرك، عايز الجسم بتاعك ده يتزن، عايز الجسم بتاعك يكون ايه؟ يكون متزن. يكون متزن، فانت لازم تمنعه من انه يتحرك. النوع الاول اللي هو الحركه الترانسليشنال. الحركه الترانسليشنال دي ممكن تبقى يمين، ممكن تبقى شمال، ممكن تبقى فوق، ممكن تبقى تحت، ممكن تبقى قدام اللي هو الاتجاه اللي خارج من الورق ده، وممكن تبقى لورا. المهم انك لازم تمنعه من انه يتحرك في اي اتجاه من دول، لا يمين ولا شمال، لا فوق ولا تحت، لا قدام ولا ورا، ولا يتحرك حتى مايل. فاهم حاجه؟ فده كده انت منعته من انه يتحرك حركه روتيشنال، سوري، انه يتحرك حركه ترانسليشنال. بس كده انت ما منعتوش انه يتحرك تماما، لانك كمان عشان تقدر تكون منعته من انه يتحرك تماما، تخليه كمان ما يتحركش حركه روتيشنال ولا ترانسليشنال ولا روتيشنال ولا يلف. لان الجسم لو هو واقف في مكانه ما اتحركش يمين ولا شمال، بس لف حوالين نفسه كده، فهو ستيل بيتحرك. تخيل معايا كده، انت قاعد في عماره، والعماره دي بتلف حوالين نفسها، فهي بتتحرك، انت كده مش ثابت. العماره نفسها كده وانت قاعد فيها هي بتلف حوالين نفسها، ما راحتش لا يمين ولا شمال، ولا طلعت قدام ولا ورا، ولا طلعت فوق ولا تحت، لكنها لفت، فبالتالي هي ستيل بتتحرك. فانت عشان تكون قدرت تقول ان انت منعت الجسم من انه يتحرك، لازم تكون منعته انه يتحرك الحركه الترانسليشنال وكمان الحركه الروتيشنال. جميل قوي. طيب، تعالى نتخيل كده بقى معايا جسم. ده كده جسم، واي جسم في الاستاتيكس انا هعبر عنه بمربع كده، لان الجسم ما بيفرقش معايا فيه حاجه غير الفورسز اللي بتاثر عليه. ليه؟ اصل الحاجه اللي هتخلي الجسم سواء يتحرك يمين او شمال او فوق او تحت هي الفورسز. الجسم ده اثرت عليه فورس معينه، مثلا يمين شدته يمين سميها F1،
الفورس دي اثرت عليه، فبالتالي ادت انه يتحرك فين؟ يتحرك يمين، يتحرك في اتجاهها. طيب صلى على النبي. فانا مش بيفرق معايا شكل الجسم في حاجه، انا الجسم هرسمه بالشكل كده باي شكل عشوائي وخلاص. المهم انك عشان تمنع جسم من انه يتحرك لازم تكنسل اي فرصه تحاول تحركه. بمعنى الجسم ده لو اثر عليه يمين في الاتجاه ده كده فورس اسمها F1، عشان تلغي تاثير الفورس اللي هي F1 دي لازم تاثر بفورس عكسها في الاتجاه وقدها في الماجنتيود. يعني هي لو F1 سي مثلا F2 تكون F2 مثلا فورس ثانيه F2. المهم ان انا عشان امنع الجسم ده من انه يتحرك يمين او شمال لازم يكون الفورس اللي بتأثر عليه يمين قد الفورس اللي بتأثر عليه شمال. عشان يعمل ايه؟ عشان يكنسلوا بعض. فهو ده اول شرط في الايه؟ في الايكوليبريم، ان الجسم ما يتحركش يمين ولا شمال. تخيل معايا كده ان دي لعبة شد الحبل. والله لو القوة اللي على اليمين دي اكبر فهتقوم واخدة الجسم ناحيتها فالحبل يتحرك ناحيتها، لكن لو القوة اللي على الشمال دي هي اللي اكبر فهتقوم هي واخدة الجسم ناحيتها فهيتحرك ناحيتها. فبالتالي لو الاتنين قد بعض الجسم هيحصل له ايه؟ الجسم هيفضل ثابت في مكانه ومش هيتحرك. وهو ده شرط الاتزان، انك عشان تخلي جسم متزن لازم الفورسز اللي تأثر عليه يمين تكون قد الفورسز اللي بتأثر عليه فين؟ شمال. فلازم اليمين يساوي الشمال، فورسز اليمين تساوي الفورسز الشمال. طب انا عندي يمين F1 بتأثر عليه وعندي شمال F2 بتأثر عليه، يعني لازم F1 تكون قد F2. انا كده منعته من انه يتحرك يمين او شمال. تخيل معايا برضو نفس الجسم لو اثر عليه لتحت فورس سميها مثلا يعني F3، وكمان فورس سميها مثلا F4. كده اثر عليه كام فورس لتحت؟ 2. عشان امنعه من انه يتحرك هاثر بفورس لفوق، تعال نسميها مثلا F5. المهم ان لازم برضو عشان الجسم ده لا يتحرك فوق ولا يتحرك تحت ان اكيد الفورسز اللي تأثر عليه فوق تكون قد الفورسز اللي بتأثر عليه تحت كتوتال. يعني لازم اللي فوق يساوي اللي تحت، مجموع الفورسز اللي فوق تساوي مجموع الفورسز اللي تحت. يعني لازم F5 دي اللي هي بتأثر عليه لفوق تكون قد الاتنين اللي تحت، او بمعنى اصح تكون قد الريزلتنت بتاعهم اللي هو ايه؟ مجموعهم عشان هم باراليل في نفس الاتجاه. تكون قد F3 بلس F4. فاهم حاجة؟ يعني تعالى ناخد مثال مثلا كده. لو انا عندي جسم بالشكل ده اثر عليه 3 يمين، فانا لازما عشان امنعه من انه يتحرك يمين لازما اثر بفورس قدها وعكسها تكون برضو كام؟ 3. طب انا اثرت بفورس لتحت 1 نيوتن وكمان فورس 5 نيوتن، فعشان امنعه من انه يتحرك لتحت هقوم انا مأثر عليه بفورس وحيده مثلا لفوق سي بكام؟ ب6 نيوتن. عشان ايه؟ دي ال6 نيوتن دي تلغي تأثير الاتنين دول مع بعض، والتلاتة تلغي تأثير التلاتة اللي زيها. هتفهم حاجة؟ فبالتالي ده تاني شرط، ان لازم الجسم بتاعي لا يتحرك يمين ولا شمال، فبالتالي لازم اليمين يساوي الشمال، ولازم الجسم بتاعي لا يتحرك فوق ولا تحت، فبالتالي لازم اللي فوق يساوي اللي تحت. ومش بس كده، انا قلت لك لازم كمان تمنع الجسم من انه يلف، لازم تمنع الجسم من انه يلف. فبالتالي الجسم ده لو ما لفش يبقى كده سيجما المومنت او سميشن المومنت بتاعه عند اي نقطة لازم يساوي كام؟ لازم يساوي 0. ما هو كده الجسم ما لفش. عشان امنع الجسم من انه يلف لازم سيجما المومنت او مجموع المومنتس بتاع كل الفورسز اللي بتأثر عليه يطلع بكام؟ يطلع ب0. حلو قوي، جميل قوي الكلام ده. طيب صلى على النبي. هو انا ازاي الغي تأثير فورس؟ يعني انا لو عندي مثلا جسم كده، ركز كده معايا. لو عندي جسم كده، حلو، والجسم ده جيت انا اثرت عليه بفورس 3 لفوق من هنا، وجيت اثرت عليه بفورس 3 لتحت من هنا. طيب ونفس الجسم يعني مش هيختلف، نفس الجسم جيت انا الجسم ده اثرت عليه ب3 نيوتن من هنا، واثرت عليه ب3 نيوتن من عند نفس النقطة بس لتحت. حلو، اسألك سؤال. الجسم ده الفورس اللي بتأثر عليه لفوق قد الفورس اللي بتأثر عليه لتحت، فالجسم ده كده مش هيتحرك فوق ولا تحت.
ونفس الكلام هنا، الجسم ده اللي بيأثر عليه لفوق قد او اللي بيأثر عليه لتحت قد اللي بيأثر عليه لفوق، فهو برضه مش هيتحرك فوق ولا تحت. لكن في فرق، الجسم اللي على الشمال ده التو فورسز هما قد بعض equal وعكس بعض opposite وبيأكتوا at the same point. وطالما هما بيأكتوا at the same point فهم بيلغوا تأثير بعض تماما. لكن التو فورسز دول قد بعض وعكس بعض opposite، لكن في بينهم مسافة، في بين الفورس الأولى والفورس الثانية مسافة كده، المسافة دي هتؤدي إن الجسم ده يقوم لافف حوالين نفسه. روح هات مسطرة واعمل نفس الموضوع. هات مسطرة جنبك كده وحط صباعك من أقصى المسطرة، من أقصى اليمين أو من أول المسطرة هنا، والصباع التاني عند آخر المسطرة، وأثر بفورس لتحت وأثر بفورس لفوق. هتلاقي الجسم بتاعك بتاع المسطرة حصل له لف. هو ولا طلع فوق ولا نزل تحت، يعني المسطرة نفسها كده كلها ما طلعتش فوق ولا نزلت لتحت، ما طلعتش فوق ولا تحت، لكنها لفت. فبالتالي اللي حصل ان انت كده ما لغيتش تأثير الفورس. انت عشان تلغي تأثير الفورس لازم تعمل لو انت مثلا عندك فورس بتأثر يمين ب5، لازم تعمل لازم تأثر بفورس قدها equal ليها وopposite ليها، وتكون فين؟ وتكون at the same point. دي الأهم، لازم تأثر في نفس النقطة اللي هي بتأثر فيها عشان يلغوا تأثير بعض. يعني أنا لازم أأثر بفورس 5 قدها وعكسها، وبتأثر فين؟ على نفس الخط بتاعها at the same point، فالاتنين يقوموا ملاشين بعض أو لاغيين تأثير بعض. حلو؟ طيب يبقى احنا دلوقتي وصلنا لنقطة أو مفهوم مهم جدا، إن أنا لو عندي جسم equilibrium، عندي جسم ماله؟ equilibrium، يعني الجسم بتاع حضرتك ده ثابت. فالجسم الثابت يا صديقي أكيد 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 مجموع الفورسز اللي بتأثر عليه في الاتجاه اليمين لازم يساوي مجموع الفورسز اللي بتأثر عليه في الاتجاه فين؟ الشمال. دي أول حاجة أو دي أول معادلة معاك. تاني معادلة عندي إن لازم برضو مجموع الفورسز اللي بتأثر عليه لفوق يكون قد مجموع الفورسز اللي بتأثر عليه لتحت، ودي تاني معادلة عندك. أما تالت معادلة عندك في دراستك للحركة إن لازم مجموع المومنتس بتاع الجسم ده، بتاع الفورسز اللي بتأثر على الجسم ده عند أي نقطة يقوم بيساوي كام؟ يكون بيساوي 0. كده الجسم لا اتحرك يمين ولا شمال، كده الجسم لا اتحرك فوق ولا تحت، وكده الجسم ملفش. حلو قوي الكلام ده. طيب أول معادلة دي أو أول شكل دي بنقسمها أو بنترجمها كفيكتورز، إن سيجما الفورسز في اتجاه الإكس لازم يطلع بكام؟ لازم يطلع ب0. وتاني معادلة نفس الكلام، سيجما الفورسز بس في اتجاه مين بقى؟ فوق وتحت، يعني في اتجاه الواي لازم برضو يطلع ب0. أما تالت معادلة فهي كده كده جاهزة، سيجما المومنت لازم يطلع بكام؟ لازم يطلع ب0. صلى على النبي. أنا لو عندي فورس F1 وجمعت يعني مثلا عندي فورس F1 وF2 وF3 وعوزت أجيب الريزلتنت بتاعهم، فالريزلتنت بتاعهم هم معايا كفيكتورز، يعني F1 كفيكتور، F2 كفيكتور، F3 كفيكتور. فالريزلتنت بتاعهم كان هيساوي كنت بجمع الإكسات وبجمع الوايات، بجمع الاف اكس وبجمع الاف واي. حلو. فبما ان مجموع الاف اكس ب0 ومجموع الاف واي ب0، بما ان الاثنين ب0 فده معناه الاثنين دول لوحدهم، الكلمتين دول كده لوحدهم معناها ان الريزلتنت فورس بكام؟ الريزلتنت فورس ب0 و0، مجموع الاكسات ب0 وكمان مجموع الوايات ب0. يبقى دي الكلمة الأهم كفيكتورز. حلو. هديك مثال حالا عشان تفهم. لو أنا كلمتك يا صديقي عن forces مثلا say F1 فيكتور هي عبارة عن 3 و2، وفورس تانية F2 فيكتور هي عبارة عن نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2. لو أنا حبيت أجيب الريزلتنت بتاع التو فورسز دول، الريزلتنت بتاع التو فورسز دول أنا هجمع الإكسات، 3 بلس نيجاتيف 3 هيديني كام؟ هيديني 0 في الإكس. 2 بلس نيجاتيف 2 هيديني كام؟ هيديني 0 برضه في الواي.
وبما ان الريزلتنت 0 في الاكس و0 في الواي يبقى كده السيستم بتاعي الريزلتنت بتاعه بزيرو، بس لسه في ايه؟ لازم مجموع المومنت كمان يساوي 0 عشان اقدر اقول ان هو ايكوليبريم. يعني لازم انا احقق الشرطين دول، مجموع المومنتس بزيرو والريزلتنت بزيرو. حلو قوي. لو انت خدت بالك دول تو فورسز قد بعض، يعني دي 3 و2 ودي برضو 3 و2 بس عكس بعض في الاتجاه، لان دي نيجاتيف دي. انت لو خدت بالك F1 بتساوي نيجاتيف F2، الاثنين بيساوي بعض بس بالنيجاتيف، يعني عكس بعض في الاتجاه، فهم كنسلوا بعض. طيب يبقى انا لو جبت لك مثال مثلا قلت لك انا مثلا عندي F1 فيكتور هي عباره عن 3 و B، و F2 فيكتور هي عباره عن M و2، و F3 فيكتور هي عباره عن 4 و1. وقلت لك ان السيستم ده ماله؟ السيستم ده ايكوليبريم. السيستم ده ماله؟ ايكوليبريم ثابت. يبقى على طول حضرتك عارف ايه؟ عارف معلومه مهمه جدا، ان الريزلتنت فورس بكام؟ ان الريزلتنت فورس بزيرو، ومش بس كده ده المومنت كمان بزيرو. بس انا هستفاد من المعلومه الاولى بس دلوقتي. ليه؟ الريزلتنت فورس هي مجموع الاكسات ومجموع الوايات. ده معناه ان لو رحت جمعت الفورسز في اتجاه الاكس، يعني لو جمعت ال3 بلس الام بلس ال4، لو جمعت كل اكسات الفورسز ده لازم يساوي كام؟ لازم يساوي زيرو. فمن هنا تقدر تجيب قيمه الام، فتطلع الام بكام؟ بالنيجاتيف 7. نفس الكلام في اتجاه الواي، برضو لو جمعت الفورسز في اتجاه الواي لازم يساوي زيرو. يعني مجموع البي بلس الفورس او الواي بتاعت الفورس الثانيه اللي هي 2 بلس الواي بتاعت الفورس الثالثه اللي هي ب1، كل ده لازم يساوي كام؟ كل ده برضو لازم يساوي زيرو. فمن هنا تقدر تجيب قيمه البي تطلع بكام؟ تطلع بنيجاتيف 3. ده كلام كفيكتورز. جميل. يبقى تاني عشان بس نأكد على النقطة دي، يعني ايه جسم ثابت؟ يعني ايه جسم ثابت؟ الجسم الثابت يا صديقي ده معناه ان مجموع الفورسز عليه في اتجاه الاكس لازم يساوي زيرو، او اليمين بيساوي الشمال، ومجموع الفورسز في اتجاه الواي لازم يساوي زيرو، يعني برضو اللي فوق بيساوي اللي تحت. مجموع الفورسز اللي فوق او اللي بتأثر عليه لفوق لازم تساوي الفورسز اللي بتأثر عليه لتحت. وتالت معلومة عندي ان لازم سيجما المومنت او مجموع المومنتس على الجسم ده في اي نقطة لازم يساوي كام؟ لازم يساوي زيرو. حلو قوي. ده مفهوم الايكوليبريم. هنفهم كمان شوية او بعد حبة او في الفيديو تاني ازاي نستغل الكلام ده. طيب بما ان حضرتك فهمت انك عشان تقول ان جسم ثابت لازم تساوي مجموع الفورسز بتأثر عليه يمين بالفورسز بتأثر عليه شمال، واللي فوق باللي تحت، وتحسب المومنت بتاعهم كلهم عند اي نقطه لازم يطلع بزيرو، فانت دلوقتي فهمت مفهوم الايكوليبريم. لازم بقى تحاول تطبق الكلام ده. فانا هعمل ايه؟ هوريك مثال حي لجسم ثابت. صلى على النبي. لو انا تخيل كده معايا ان انا عندي ايه؟ يعني عندي جسم بالشكل ده. حلو. جسم بالشكل ده. جميل. بيأثر عليه يمين فورس اسمها F1 او فورس اسمها F، وبيأثر عليه لفوق فورس قيمتها سي مثلا K، و بيأثر عليه فين؟ بيأثر عليه في الاتجاه انهي؟ خلي دي مثلا خلي دي لتحت. حلو. خلي دي كده لتحت. بيأثر عليه لتحت هنا فورس اسمها K. جميل. وبيأثر عليه في الاتجاه ده فورس قيمتها كام؟ قيمتها 10 نيوتن. حلو. وقلنا ان ده رايت انجل تراينجل ات بي، سي ان ده A ودي B ودي C.
جميل جميل. وقلت لك ان الطول اي بي ب6. طول اي بي بكام؟ ب6. طيب ركز معايا كده. او قلت لك مثلا ما اديتكش اطوال، بس قلت لك ان الانجل دي ب30. جميل. طيب صلي على النبي. لو انا عارف ان السيستم ده او الجسم ده ايكوليبريم، يعني ايه؟ يعني ثابت. فلازم حضرتك تبقى مدرك ان كده مجموع الفورسز يمين لازم يساوي مجموع الفورسز شمال، ونفس الكلام فوق لازم يساوي تحت. طيب ونفس الكلام المومنت عند اي نقطة لازم يساوي 0. طيب عشان ده يتحقق وتقدر تستغل المعلومات دي، لازم كل الفورسز اللي عندك يكونوا يا اما يمين يا اما شمال، يا اما فوق يا اما تحت. فبالتالي اي فورس مايله هروح انا اعمل لها كام؟ اعمل لها ريزيديوشن. اي فورس مايله هقوم انا اعمل لها ريزيديوشن. بص يا سيدي، انا هقول ان ده مثلا حرف زد، فالانجل دي ايه؟ الانجل دي 30 برضو زي الانجل اللي فوق جوه دي. حلو. واقوم عامل ريزوليوشن للفورس دي من هنا من عند النقطه دي. فامسك الفورس المايله اللي هي 10 دي. طبعا الفورس دي اتجاهها شمال وفوق، فانا هعمل ريزوليوشن في الاتجاهين دول، في الاتجاه الشمال والاتجاه فوق. الاتجاه اللازق في الثيتا دايما هياخد كوساين، فهنا دي هتبقى 10 كوساين 30. 10 كوساين 30. والاتجاه اللي فوق هيبقى هتاخد ساين، او البعيد عن الثيتا هياخد ساين، فتبقى دي 10 ساين 30. لو انا عملت ريزوليوشن للفورس ايه 10 بتاعتي دي، فالفورس 10 دلوقتي مش موجود. لو حضرتك بصيت على السيستم اللي قصادك ده، هتلاقي ان انت عندك فورس بتأثر لفوق، قيمتها كام؟ قيمتها 10 ساين 30 اللي هي 5 يعني، قيمتها 5. دي لازم تساوي مين؟ لازم تساوي الفورس اللي بتأثر تحت، والفورس الوحيدة اللي بتأثر تحت عندي هي الفورس اللي اسمها كي دي. فبالتالي الفورس كي لازم تكون ب5 قد الفورس التانية. نفس الكلام ده معناه ان اللي فوق لازم يساوي اللي تحت. نفس الكلام بالنسبة لليمين والشمال. لا، عندي يمين فورس بتأثر قيمتها اف يمين، فمفيش غيرها. لازم دي تساوي مين؟ لازم تساوي الفورس اللي بتأثر شمال اللي هي مين؟ اللي هي 10 كوساين 30. 10 كوساين 30 ب 5 روت 3. فلازم الفورس اللي بتأثر يمين تكون قد الفورس اللي بتأثر شمال بكام؟ ب 5 روت 3. وده اللي احنا هنعمله في المسائل ده لما سويت اليمين بالشمال. هو بس ده مثال بسيط. لازم بقى هيزيد معلومة جديدة، بس عشان دي مسألة انا مألفها يعني، ان سيجما المومنت بكام؟ بزيرو. سيجما المومنت لازم يطلع بزيرو بس عند اي نقطة. الكلام ده لازم ينطبق على كل النقط. حلو؟ حلو جدا. طيب دلوقتي يا صديقي، بما انك فهمت ان اللي بيسبب الايكوليبريم ده هو الفورسز، فلازم تفهم طبيعة الفورسز. يعني انت لازم من دلوقتي بقى تبدأ تفهم طبيعة الفورسز اللي بتأثر على الجسم. اي جسم عندي في الدنيا لو هيأثر عليه فورسز فهم هتكون فورس من الاربع انواع دول. انا عندي كام نوع من الفورس بيأثر على الجسم؟ عندي 4 types of the forces. 4 types of الفورسز. عندي كام نوع؟ عندي 4 انواع. 4 انواع من الفورسز بيأثروا على الجسم بتاعي. ايه هم؟ تعالى نفهم. عندنا 4 انواع وهنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. النوع الاول من الفورسز اللي بتأثر على اي جسم في الدنيا هو وزنه، الويت بتاعه. طيب تاني نوع من الفورسز بيأثر على الجسم عندي، على اي جسم موجود عندي، هي الرياكشنز، ردود الفعل، reactions force. طيب ده تاني نوع. اما تالت نوع بيأثر على اي جسم عندي موجود في الدنيا هي الفريكشن فورس. هي الفريكشن فورس. ده كده تالت نوع عندي. اما بالنسبة للنوع الرابع والاخير هي الفورس الاكسترنال، الفورس الخارجية اللي بتأثر على الجسم. external فورس، فورس خارجية، وهنتكلم عن كل فورس منهم بالتفصيل دلوقتي واحدة واحدة. دي الفورس الأولى، خليك فاكر ترتيبهم كده. دي الفورس الأولى، دي الفورس الثانية، دي الفورس الثالثة، أما دي الفورس الرابعة. حلو جدا. تعالى بينا نتكلم عنهم واحدة واحدة بالتفصيل. طيب تعالى نفهم طبيعة أول فورس عندي، أو أول قوة بتأثر على أي جسم موجود في الوجود، هي
الوزن بتاعه او الويت بتاع الجسم. صلى على النبي. اول حاجه عايزين نفرق ما بينها هي ان في فرق كبير قوي ما بين الماس بتاع الجسم اللي هي كتلته، الكتله. الماس ده بالعربي اسمها ايه؟ كتله الجسم. والويت. حلو. الماس والويت اللي هو وزن الجسم، في فرق كبير قوي ما بينهم. حلو. كتله الجسم دي اللي هي الماس بتاعه ده رقم ثابت لكل جسم موجود في الوجود. اي جسم انت شايفه بعينك او انت شايف بياخد حيز من المكان، حتى لو حيز صغير قوي، يعني هو انت شايفه بعينك او حتى مش شايفه، هو حجمه صغير قوي، فالجسم ده لازم يبقى ليه كتله. والكتله دي رقم ثابت، هي بتتقاس بالكيلو جرام، رقم ثابت للجسم ده في اي مكان في الوجود. سي مثلا الجسم 3 كيلو، 4 كيلو، 10 كيلو، 2 طن. فاهم حاجه؟ ممكن يبقى جسم اكبر وشويه وهكذا. فالكتله ده رقم ثابت لكل جسم موجود في الوجود. اما الوزن ده بقى بيعبر عن ايه الوزن ده؟ الوزن ده هو مقدار الفورس. هي فورس اولا، الوزن ده هي في الاول وفي الاخر فورس، قوه ايه بقى؟ قوه اتراكشن، قوه جذب. طب اتراكشن ما بين مين ومين؟ ما بين الكوكب اللي انت واقف عليه، زي مثلا احنا كده واقفين على كوكب الارض، وانت ما بين الجسم اللي هو انت والكوكب اللي انت واقف عليه. اي جسمين، اثبت قانون نيوتن، ده كان قانون لنيوتن، قال لك اي جسمين ليهم كتله، ما انت ليك كتله وكوكب الارض ده ليه كتله برضه. اي جسمين ليهم كتله موجودين على مسافه معينه من بعض بيشدوا بعض بفورس، هما الاثنين لازم يشدوا بعض بفورس. انت بقى مقدار الفورس اللي الكوكب اللي انت واقف عليه، بيشدك بيها ناحيته، هي دي الويت بتاعك، هي دي وزنك. وخلي بالك ان وزن الجسم ده رقم مش ثابت. يعني ايه رقم مش ثابت؟ هي معتمده انت واقف فين. بمعنى انت ممكن تبقى واقف على كوكب الارض كده، لو انت واقف على كوكب الارض وقسنا وزنك، ممكن يبقى وزنك مثلا 60 نيوتن. وزنك كام؟ 60 نيوتن، عشان الويت ده فورس بتتقاس بالنيوتن او بتتقاس بوحده تانية يعني. ممكن يبقى وزنك 60 نيوتن. لكن لو وديناك على كوكب تاني، ممكن مثلا نوديك على القمر مش كوكب بس ايه، لو وديناك على القمر هنلاقي، لو قسنا وزنك على القمر هنلاقي ان هو ايه، 10 نيوتن بس. طيب ده يرجع لايه؟ حجم الكوكب نفسه او كتلة الكوكب بتفرق في الفورس دي، لان طبعا كوكب الارض كبير فبيشدك بفورس اكبر من القمر اللي هو كويكب صغير كده فبيشدك بفورس اقل. فمقدار وزنك ده بيختلف من مكان للتاني، لكن احنا كده كده بندرس وزنك على الارض. المهم بس انا عايزك تبقى فاهم ان هو مش رقم ثابت. القوة اللي بيشدك بيها الكوكب دي مش رقم ثابت. يعني لو انت واقف على الارض هتكون برقم، لكن لو انت رحت وقفت على كوكب تاني هتكون برقم مختلف. هو تقريبا القمر كتلته سدس كتلة الارض، فبالتالي قوة الاتراكشن فيه او الجرافيتي فيه، قوة الجرافيتي فيه تكون سدس اللي هو 1/6 يعني من قوة الارض. جميل قوي. طيب يبقى وزن الجسم ده حاجة والويت بتاعه الماس بتاع الجسم ده حاجة والويت بتاعه حاجة تانية. وعادة أي جسم على كوكب الأرض الوزن بتاعه بيكون ليه علاقة بالماس، لأن أنت وزنك أو الويت بتاعك ليه علاقة أو معتمد على كتلتك. وزن الجسم بيكون عبارة عن الماس بتاعه مضروب في حاجة اسمها الجي، اللي هي الاكسلريشن ديو تو ذا جرافيتي، اللي هو مقدار الشد اللي الأرض ده بتشدك بيه. فالجي دي بقى هي اللي بتخلي وزنك يختلف من كوكب للتاني. ليه؟ لأن على الأرض مثلا قيمة الجي دي ب 9.81 أو 9.8 أو 9.81 بتتراوح ما بين القيم دي. ده لو أنت على كوكب الأرض. لكن لو أنت مثلا على القمر هتكون إيه؟ سدس الرقم ده، هتكون مثلا 3 أو 4 أو 5. فاهم حاجة؟ فقيمة الجي دي هي اللي بتختلف من كوكب للتاني، فبتخلي وزنك يختلف. حلو؟ لكن إحنا في الاستاتيكس هنقيس وزنك، إما إن وزنك ده هو كفورس هنقيسها إما بالنيوتن أو برقم اسمه أو بقيمة تانية أو ميجرنج يونت تانية اسمها الكيلو جرام ويت. والكيلو جرام ويت ده هو الماس بتاعك.
فهتيجي تسالني هتقول لي وانا هتعامل في الاستاتكس بالوزن بتاعي بالنيوتن ولا بالكيلو جرام او الكيلو جرام ويت؟ اقول لك على حسب المساله. يعني لو انت كل الفورسز عندك في المساله بالنيوتن هتتعامل كله بالنيوتن، لو كل الفورسز عندك في المساله بالكيلو جرام ويت هتتعامل كله بالكيلو جرام ويت. فما عندناش تحويلات في الاستاتكس. في الداينامكس هنشوف الكلام ده كتير جدا. المهم بس ان اول حاجه انا عايزك تفرق ما بينها، هو انك تفرق ما بين كتله الجسم او الماس بتاعه والويت بتاعه. الويت ده هي قوه الاتراكشن او الجرافيتي اللي الارض بتشدك بيها. جميل جميل. طيب محدش يقول بس على الجي او قيمه الجي دي، مش عايز اسمع حد بيقول ان الجي دي ب 10. ماشي، الجي دي عمرها ما تكون ب 10، ده اتراكشن او سوري ده ابروكسيميشن كبير جدا. الجي مش ب 10، الجي بتتراوح ما بين الرقمين دول اللي هم 9.8 و 9.81. كام؟ احنا بنشتغل في ثالثه ثانوي بالقيمه دي اللي هي 9.8، لكن لما تخش الجامعه تشتغل بالقيمه دي، والفرق ما بينهم مش كبير. لكن ما تقوليش 10، 10 دي تقريب كبير جدا. طيب احنا فهمنا ان اول جسم او اول فورس بتاثر على الجسم بتاعي هو وزنه. طيب ما ينفعش اقول لك فورس وما تقوليش قيمتها كام. يعني انت الفورس دي في الاول وفي الاخر هي فيكتور، فلازم تعرف عنها ماجنتيودها، وكمان لازم تعرف عنها ايه؟ الدايركشن بتاعها. لازم تعرف عنها كام حاجه، ماجنتيودها والدايركشن بتاعها. طيب ركز كده معايا. احنا عرفنا ماجنتيود الفورس اللي بتأثر على الجسم بتاعي اللي هو الويت، هو عادة بيكون عبارة عن ناتج الماس مضروب في الجرافيتي. طب اتجاه الفورس ده فين؟ اتجاه الويت هو دايما وابدا لتحت، vertically down. ليه؟ الارض دايما بتشدك لفين؟ بتشدك ناحيتها، بتشدك لتحت. انت لو حاولت تتحرك لفوق هتلاقي الارض بتشدك تاني لتحت. فهو ده دايما اتجاه الويت، وده اتجاه ثابت لاي جسم انت بتدرسه. اي جسم بتدرسه فاتجاه الويت بتاعه لفين؟ هو اتجاهه كفورس هو دايما لتحت، لكن مكانه هيفرق. ما قلت لك الفورس لازم تعرف عنها كام حاجه. اي فورس في الدنيا، اي فورس في الدنيا لازم تعرف عنها 3 حاجات. لازم تعرف عنها ماجنتيودها، قيمتها هو مثلا ب 3 نيوتن، ب 5 نيوتن، ب 10 نيوتن. دي قيمتها، ماجنتيودها، قوة الضربة أو قوة الفورس قد إيه. تاني حاجة تعرفها عنها الدايركشن بتاعها، الاتجاه. اتجاه الفورس ده فين؟ هي ممكن تبقى لتحت أو ممكن تبقى لفوق، ممكن تبقى يمين، ممكن تبقى شمال، ممكن تبقى مايلة في الاتجاه ده، ممكن تبقى مايلة في الاتجاه ده، ممكن تبقى مايلة في أي اتجاه تاني. المهم الدايركشن بتاعها هيفرق معايا، لأن أنا لو أثرت بفورس 3 نيوتن يمين غير لو أثرت بفورس 3 نيوتن لفوق. هو نفس القيمة، لكن اتجاهها يغير ايه الحاجة اللي هي بتعملها، اتجاهها يغير تأثيرها يعني. تالت حاجة لازم تعرف point of action. يعني ايه؟ نقطة تكون الايه الفورس دي بتأثر فيها، point of action. نقطة تكون الفورس دي بتعدي عليها او بتأثر فيها، عشان ده بيفرق معايا. فالفورس او هي الفيكتور الوحيد اللي بتحتاج تعرف مكانها فين، هي بتأثر فين. لان تخيل معايا كده مثلا عربية، او مثلا تعال نقول مكتب زي ده كده. ده كده مكتب ليه 4 رجول اهو، وجيت انت يا صديقي قمت مأثر بفورس بنفس المقدار، بس مرة أثرت على المكتب ده من هنا مثلا ب5 نيوتن، ومرة أثرت عليه بال5 نيوتن في نص المكتب من هنا. المكتب في الحالتين هيلف، بس هو انت لو أثرت عليه بالفورس من هنا هيلف بمقدار، مثلا لو قلنا دي نقطة ايه، لو اثرت عليه بفورس من هنا هتلاقيه لف بمقدار كبير كده، غير لو اثرت عليه بفورس من هنا هتلاقيه لف بمقدار اقل. فاهم حاجه؟ حوالين الايه، بتكلم حوالين النقطه ايه. فالحالتين هيلف حوالين النقطه ايه، بس لما غيرت نقطه تاثير الفورس ده غيرت مقدار المومنت اللي الفورس ده بتاثر بيه. لان بص، المسافه بين الايه والفورس هنا غير المسافه بين الايه والفورس الثانيه هنا، مع انها نفس الفورس وليها نفس الاتجاه، بس مقدار المومنت بتاعها اختلف نتيجه اختلاف البوينت اوف اكشن بتاعتها. حد فاهم حاجه؟ طيب جميل. يبقى لازم تعرف عن الفورس بوينت اوف اكشن. حلو قوي. تعالى نتكلم عن الويت شويه. يعني الاجسام، نوع الاجسام. اي جسم في الدنيا يا صديقي الجسم ده ممكن يبقى يونيفورم.
يعني جسم منتظم، منتظم هندسيا. بمعنى الجسم المنتظم بتكون الجيومتري بتاعته تقريبا واحده، يعني مثلا هو كله واخد نفس الشيب. زي مثلا ان انا عندي حته عصايه، حته العصايه دي عندنا في الاستاتيكس بنسميها الرود. زي ايه كده بالظبط؟ زي عصايه المقشه، زي عصايه المقشه بالظبط. حته العصايه دي بنسميها رود. طيب الرود ده ممكن يكون الجيومتري بتاعته منتظمه كده بالشكل ده. يعني ايه الجيومتري بتاعته منتظمه؟ نتيجه الجيومتري المنتظمه دي هتخلي وزن الجسم يكون متوزع بالتساوي عليه. بمعنى ان لو طول الجسم ده مثلا 10 متر، او طول حته العصايه دي 10 متر، لو هي طولها 10 متر ووزنها 10 نيوتن. وزنها كام؟ 10 نيوتن. هي طولها 10 ووزنها 10. طيب جميل قوي. وزنها ده اللي هو 10 نيوتن بيكون متوزع بالتساوي على كل حته فيها. بمعنى انا لو جيت وقطعت حته من النص هنا مثلا، حته هنا كده، وطولها 1 متر، الحته دي اللي انا قطعتها طولها 1 متر، عارف وزنها هيكون بكام؟ وزنها هيكون 1 نيوتن. طب قطعت حته تانية اكبر شويه، طولها كام؟ طولها 2 متر، وزنها هيبقى كام؟ وزنها هيبقى 2 نيوتن. ليه؟ لان وزنها اللي هو 10 ده متوزع على طولها بالتساوي. يعني انا مقسم وزنها على طولها، الويت بتاعها على اللينس بتاعها، فبالتالي كل حته فيهم تبقى كام؟ لو هو 10 على 10، فكل متر منهم يبقى طوله كام؟ طوله او سوري يبقى وزنه 1 نيوتن. فلو هم 2 متر يبقى 2 نيوتن، لو 5 متر يبقوا 5 نيوتن، وهكذا. ففي ميزه في الجسم المنتظم هندسيا ده، ان وزنه بيكون ايه؟ متوزع بالتساوي عليه. فنتيجه توزيعه وزنه دي اللي بالتساوي بتخلي وزنه يتراكم، وزنه كتوتال بقى، وزنه كتوتال يتراكم في نص الجسم. ليه؟ اصل انت لو تخيلت الحته دي وزنها 1 نيوتن لتحت، والحته دي وزنها 1 نيوتن لتحت، والحته دي وزنها 1 نيوتن لتحت، وهكذا، والحته دي والحته دي والحته دي. فانت هيكون بالنسبه لك كلهم ايه؟ parallel forces، يعني دي فورس ودي فورس ودي فورس، parallel forces، وكلهم ليهم نفس القيمه. فبالتالي الريزلتنت بتاعهم هيكون فين؟ هيكون في النص بالظبط. احنا بنتعامل مع قيمه واحده بس منهم، هيكون في النص، في نص الجسم بالظبط. وده اللي بيحصل في الايه؟ في الباراليل فورسز. لو هم كلهم قد بعض فالريزلتنت بتاعهم بيكون في النص بالظبط. حلو. فنتيجه الانتظام ده، او نتيجه ان الجسم يكون يونيفورم، لو الجسم بتاعك يونيفورم وزنه هينزل منين؟ وزنه هينزل من النص بالظبط. يعني لو هو طوله كله 10 متر، وقلنا مثلا ان وزنه 6 نيوتن، 6 نيوتن مثلا يعني، فال6 نيوتن دي هتبقى اتجاهها فين؟ كده كده اتجاه الفورس هيبقى لتحت. يعني هو اتجاه ال6 نيوتن هيبقى لتحت، ده اتجاهه ثابت دايما لتحت، لان الارض بتشده لتحت. لكن مكانها هيكون فين بالظبط؟ هيكون في نص الجسم بالظبط. يعني هو لو كله طوله 10 فهيقسمه كام وكام؟ هيقسمه 5 و5، عشان الجسم بس ايه؟ عشان الجسم بتاعك يونيفورم، يعني منتظم. حلو. طيب لو انا سي في مساله معينه ما اديتكش طول الايه؟ طول الرد ده، فيفضل انك تروح تفرض طوله. تفرض انت طوله عادي، ممكن تفرض، انا ما اديتكش طوله فانت ممكن تفرض طول الرد. تفرض طوله كام بقى؟ تفرض طوله احسن لك انك تفرضه 2 ال مثلا، ما تفرضوش ال. ليه؟ لانك لو فرضته 2 ال، على فكره لو فرضته ال صح، بس انا يعني عايز شكل المساله يبقى احلى شويه. انت لو فرضته ال صح، ولو فرضته 2 ال صح، لو فرضت 4 ال صح. المهم انك لو فرضته ال 2 ال ده هيديك ميزه. ليه؟ لان وزنه هيقسمه ال وال، مش هيبقى عندك ديسيمالز يعني. لكن لو انت فرضته ال هيتقسم نص ال ونص ال. لا، انا عايزك تفرضه كام؟ 2 ال. ده ان كيس ان انا ما اديتكش طول. يبقى اول نوع من الفورسز اللي بتاثر على الجسم عندي هو وزن الجسم. فلو الجسم بتاع حضرتك يونيفورم فهو بيأثر في النص بالظبط. كده كده اتجاه الوزن دايما لتحت. وبيأثر فين؟ لو الجسم بتاعك يونيفورم ومنتظم فهو هيأثر في نص الجسم بالظبط. اما بقى في انواع تانية من الاجسام بيكونوا نون يونيفورم. نون يونيفورم يعني الجسم بتاعك غير منتظم. بيكون ايه؟ نون يونيفورم يعني الجسم بيكون غير منتظم. زي ايه كده بالظبط؟ زي عصايه البيسبول. انت لو تخيلت معايا
ده كده شكل عصايه البيسبول، صح؟ بتكون رفيعه من حته وتخينه من حته تانيه، يعني هو بيكون ايه شكلها اقرب للشكل ده. ده بيكون شكل عصايه البيسبول. تفتكر عصايه البيسبول دي وزنها هيكون متجمع في النص بالظبط، ولا في الحته اللي هي على اليمين دي اتقل شويه فتاخد الوزن ناحيتها؟ فبالتالي نتيجه عدم انتظامها في الجيومتري بتاعتها كلها مش متماثله، بيخلي الوزن بتاعها ما يكونش في نص الجسم بالظبط، بيكون مترحل شويه، اما انه يترحل يمين شويه او شمال شويه، بس في المثال اللي قصادي ده هو هيترحل يمين شويه، فوزنها مش هينزل من النص، هينزل هو كده كده اتجاهه لتحت، يعني هو اتجاه وزن دايما لتحت، بس مكانه فين ده اللي بيفرق. هو مش هينزل من النص، لا هو هينزل من حته عشوائيه كده. فلو هي كلها طولها ال، لو طول حته العصايه كله ال، هيعمل ايه بقى؟ هو هيقسمها زي مثلا ان دي اول العصايه A ودي اخرها اللي هي النقطه B، اولها A واخرها B. فهو زي مثلا ان انا ممكن من حقي دلوقتي افرض ان الوزن ده بيبعد عن النقطه A مسافه x، فبالتالي بعده عن النقطه B هيبقى ايه؟ ال كلها اللي هي طول العصايه ماينس الاكس، صح؟ اصل هي كلها طولها ال والحته دي طولها اكس، فالحته اللي فاضله هي ال بقيتها، يعني ال ماينس الاكس. فاهم حاجه؟ فهو ده بس الفرق الوحيد ما بين الجسم اليونيفورم والنون يونيفورم، ان الجسم اليونيفورم الويت بتاعه بينزل من النص بالظبط، اما الجسم النون يونيفورم فالويت بتاعه مش هينزل من النص، هينزل من حته عشوائيه كده افرضها على بعد اكس وال ماينس اكس. ده الجسم اليونيفورم والنون يونيفورم. عندنا نوع ثالث برضو، جسم انا بأطلق عليه بسميه لايت، بقول لك على الجسم ده لايت، ليه لايت ويت، او اقول لك الجسم ده ليه نيجليجابل ويت، انا اختصارها ب NEG. الجسم بتاعك لما يكون لايت او نيجليجابل فاحنا ساعتها بنهمل وزنه خالص. يعني ايه بنهمل وزنه خالص؟ بنقول ان تقريبا، وركز في الكلمه دي، انا ما قلتش حاجه اسمها كده، يعني ما قلتش ان في جسم اسمه زيرو الويت بتاعه زيرو، لكن انا بقول لك تقريبا ابروكسيمتلي، ما قلتلكش ايكوال، ابروكسيمتلي الويت بتاعه زيرو. عارف ليه؟ مفيش جسم في الدنيا يا صديقي مهما كان حجمه صغير، مهما كان وزنه صغير، اقدر اقول ان ملوش وزن او وزنه بزيرو. الكلام ده غلط تماما. مفيش اي جسم في الوجود اقدر اقول ان وزنه بزيرو، لكن انا بقول لك تقريبا وزنه بزيرو. بمعنى هفهمك القصه دي. لو تخيلت يا صديقي ان انت عندك عربيه نقل كبيره قوي كده بالشكل ده، عربيه نقل اللي هم بيحملوا تراب، عربيه كبيره او حاويه كده كبيره، عارف الحاويات اللي بتبقى في المينا؟ حاويه كبيره كده، والحاويه دي مليانه بضايع كتير كده كده جواها. او تعالى نتخيل ان دي عربيه يعني، بس ايه عشان انا عايز ارسم عربيه. الله برافو عليا، ماشي، عربيه شكلها غريب جدا، ما علينا. يعني تخيل معايا ان دي عربيه نقل. العربيات النقل الكبيرة اللي انت بتشوفها على الطريق دي يا صديقي، ساعات بيتراوح وزنها او كتلتها مثلا، وزنها من 10 من 10 مثلا ل 20 طن. انت متخيل الرقم؟ من 10 ل 20 طن، يعني 10,000 كيلو او 20,000 كيلو، ده وزنها. لو جه السواق اللي هو قاعد جوه العربية دي، جه السواق اللي قاعد جوه قام ماسك ورقة الكوتشينة دي وحطها على التابلو بتاع العربية. ورقة الكوتشينة دي بالنسبة للعربية، هي أولا ورقة الكوتشينة وزنها بيتراوح ما بين 2 ل 3 جرام. 2 ل 3 جرام، أنت متخيل الفرق؟ هل وزن ورقة الكوتشينة دي، وزن الورقة بتاعت الكوتشينة دي هيأثر في وزن العربية دي ككل؟ الإجابة طبعا لا، ده وزنها صغير قوي بالنسبة لوزن العربية. فبالتالي في انواع المسائل دي احنا بنهمل وزن ورقه الكوتشينه دي، بنقول ان وزنها ماله نيجليجابل يعني مهمل، وزنها ماله مهمل، تقريبا مهمل، فمش هعمل حسابي فيه في المساله، مش هحط الويت اصلا. يبقى لما تكون الرد بتاعك، فكذلك الكلام ده في المسائل. عندي رد مثلا، الرد ده خفيف قوي، وزنه تقريبا 3 نيوتن، وزنه 3 نيوتن، وعندي فورس بتأثر عليه او علقت انا فيه وزن 1000 نيوتن. ال3 نيوتن دول صغيرين قوي بالنسبه للفورس اللي هي 1000 نيوتن، فبيكون الفورسز في المساله كبار قوي، ووزن وزن الرد صغير قوي، فتقريبا
بهمل وزنه بالنسبه للفورسز الكبيره دي. لكن مفيش حاجه، انا عايزك تبقى فاهم ان مفيش حاجه اسمها ان الويت ده بزيرو. مفيش حاجه اسمها الويت بزيرو، ماشي؟ لكن في حاجه اسمها نيجليجابل ويت، الويت مهمل، انا تقريبا ههمله في المساله، لكن هو موجود، لكن احنا مش هنعمل حسابنا فيه في المساله. جميل؟ يبقى انا بس اللي عايزك تطلع بيه من النقطه دي كلها ان انا عندي جسم، لو الجسم ده بدرسه فانا لازم اعمل حساب وزنه في المساله، لان وزنه فورس موجوده وبتاثر عليه. طيب لو الجسم ليه وزن، فالوزن دايما اتجاهه لفين؟ اتجاهه دايما لتحت، اتجاه الوزن دايما لتحت. طب نقطه تاثيره، والله لو هو منتظم، لو هو يونيفورم، فنقطه تاثيره هتكون في نص الجسم بالظبط، في النص بالظبط. لكن لو الجسم بتاعك نون يونيفورم فانت هتفرضه في حته عشوائيه، لان هو مش هيكون وزنه في النص، هيكون على بعد مثلا اكس وال ماينس اكس. اما لو الجسم بتاعك لايت او ليه نيجليجابل ويت، خفيف او ليه نيجليجابل ويت، فاحنا بنقول على وزنه انه مهمل، بنهمله بالنسبه للفورسز او بقيه الفورسز اللي موجوده في السؤال بتاعي. جميل؟ جميل. طيب ده بالنسبه لاول نوع من الفورسز عندي. تاني نوع بقى لو احنا هنتكلم عنه، تاني نوع او تايب 2، النوع التاني من الفورسز هي الرياكشنز، ردود الفعل، رد الفعل. حلو قوي الكلام ده. ايه الرياكشنز دي وايه قصتها؟ ركز معايا كده. نيوتن قال لك ايه، او هو اكتشف ان لو في اي جسم في الدنيا انت اثرت عليه بفورس، انت ضربته بفورس كده، فالجسم ده مستحيل يسكت، مستحيل يسكت عليك. فنيوتن قال لك for every action، كل اكشن هتعمله there is ايه؟ there is a reaction، في رد فعل. هي الدنيا ماشيه كده، لو انت هتأثر عليا بفورس فانا مش هسكت، انا لازم ارد عليك بفورس. مالها بقى الفورس دي؟ لازم تكون ايكوال الماجنتيود، لازم تكون ايه؟ ايكوال في الماجنتيود، بس لازم تكون اوبوزيت في الدايركشن. يعني والله هتزقني بفورس او هتأثر عليا بفورس 3 نيوتن يمين، فانا هأثر عليك بفورس 3 نيوتن بس فين؟ شمال. هتأثر عليا بفورس 3 نيوتن لفوق، فانا هأثر عليك بفورس 3 نيوتن فين؟ لتحت. هتأثر عليا بفورس 3 نيوتن مايلة كده في الاتجاه ده، فانا برضه هأثر عليك بفورس 3 نيوتن مايلة في الاتجاه العكسي بس باراليل ليها. حلو؟ فانت لو ضغطت عليا، لو انت عملت ايه؟ لو انت عملت عليا بريشر، خلي بالك ان البريشر ده، كلمة البريشر او الضغط هو مين؟ هو الرياكشن. لو انت ضغطت عليا باي فورس فانا هقوم رادد عليك برياكشن قد الفورس دي بس فين؟ عكسها في الاتجاه. حلو؟ طيب جميل، بس خلي بالك، خلي بالك من حاجة مهمة جدا. الرياكشن ده صديقي ما بيظهرش الا لما جسم يسند على جسم. يعني اي جسم يلمس جسم تاني بس كده، هو مجرد ان هما الاتنين لمسوا بعض، مجرد ان هما لمسوا بعض بس، طالما حصل كونتاكت يبقى لازم كل واحد فيهم يرد على التاني، لان كل واحد فيهم ضغط على التاني. لو ضغط عليه حتى لو بفورس صغيره قوي، حتى لو ب1 نيوتن، فهو هيرد عليه ب1 نيوتن زيها نتيجه اللمسه دي بس. طالما حصل كونتاكت ما بين جسمين فلازم يحصل ايه؟ لازم يحصل الرياكشن او الفورس اللي احنا بنسميها ايه؟ الرياكشن. يبقى طالما حصل كونتاكت لازم يحصل رياكشن، حتى لو الكونتاكت ده بسيط قوي. ركز معايا بقى عشان ايه؟ انا قلت لك اي فورس هتاثر على الجسم انت لازم تعرف عنها ماجنتيودها والدايركشن بتاعها. جميل. طيب ماجنتيودها عرفناه انك لو اثرت او ضغطت ب 2 نيوتن هي بتكون قد الضغط، فاهم؟ فشوف انت هتضغط على الجسم بقد ايه فهي هترد عليك بفورس قده. حلو، صلي على النبي. فكره في اتجاهها. ركز بقى في الكلام اللي انا هكتبه لك هنا ده. اتجاه النورمال رياكشن او اتجاه الرياكشن، الرياكشن ده دايما بيكون ايه؟ عكس الضغط. عكس مين؟ عكس الضغط.
شوف حضرتك هتضغط على الجسم في انهي اتجاه، هيقوم الجسم رادد عليك في اتجاه عكسه. طب وتاني حاجة، بيكون خارج من الجسم اللي انت ضغطت عليه، اللي ضغطت عليه يكون ايه؟ خارج من الجسم اللي انت ضغطت عليه. وهو بيأثر على مين؟ بيكون تأثيره او بيأثر على الجسم اللي ضغط، مش اللي اتضغط، اللي ضغط. يعني لو انت ضغطت على الارض، لو انت هو كشخص ضغطت على الارض، فالارض هترد عليك انت برياكشن كده سميه ار. الرياكشن ده يا صديقي بيأثر عليك انت لان انت اللي ضغطت، لكن ما بيأثرش على الارض. انت اصلا اوريدي اثرت على الارض بالضغط، فهي الارض ترد عليك بالرياكشن. يعني الرياكشن ده بيأثر عليك انت بس ما بيأثرش على الارض. دي حاجه مهمه جدا. واخر حاجه، اخر حاجه مهمه جدا، بيكون بيربنديكولار او بيكون نورمال. يكون ايه؟ بيربنديكولار او نورمال على الجسم اللي انت ضغطت عليه. تعال نفهم كده بمثال، بكذا مثال. اولا الرياكشن ده بيكون فين؟ عكس الضغط. شوف انت ضغطت فين فانا هرد عكسه، وخارج من الجسم اللي انت ضغطت عليه، وبيأثر على الجسم اللي ضغط، وبيكون بيربنديكولار على الجسم اللي انت ضغطت عليه. تعال نشوف كده مثال. اول مثال، مثلا لو احنا عندنا بلين زي ده، مثلا بلين زي ده كده. خلي بالك بس عشان في فرق في البلينز او ما بين البلينز وبعضها. بص كده معايا، لو انا عندي بلين زي ده كده، ده بلين. تعال نقول ان دي ارض، تعال نقول ان دي ارض. الارض دي بسميها هوريزونتال بلين، يعني مستوى افقي. حلو. زيها زي الارض او الترابيزه او السقف، كلهم اسمهم هوريزونتال بلين. حلو. اما ممكن البلين بتاعك يكون ايه؟ يكون رأسي بالاتجاه ده كده، فساعتها زي الحيطه، زي الوول. فدي بنسميها ايه؟ بنسميها فيرتيكال، نسميها فيرتيكال بلين. نسميها ايه؟ فيرتيكال بلين. الحيطه دي فيرتيكال بلين. او ممكن البلين بتاعك يكون مايل بالشكل ده كده. زي مين؟ زي الكوبري. يكون البلين مايل على الهوريزونتال بانجل كده، فساعتها بنسميه ايه؟ بنسميه inclined plane. نسميه ايه؟ بنسميه inclined plane. بلين بس بلين مايل. ده انت عندك 3 انواع من البلينز: هوريزونتال بلين زي الارض وزي السقف وزي الترابيزه او الكرسي، وفيرتيكال بلين زي الحيطه، وانكلايند بلين زي الكوبري. حلو. كوبري. طيب لو انا جيت ده يا صديقي وحطيت جسم، الجسم ده سند على الحيطه او سند على الارض بالشكل ده، فالجسم ده ليه وزنه بيأثر لفين؟ وزن الجسم بتاعي بيأثر لفين؟ بيأثر لتحت. ليه ويت بيأثر لتحت. فلو انت تخيلت معايا، هو كده الجسم ده ضغط على الارض لفين؟ ضغط على الارض لتحت، ضغط عليها لتحت. فالارض ما تسكتش، دي ترد عليه بنورمال رياكشن اتجاهه فين؟ اتجاهه لفوق. هنسميه ان. في بعض الكتب هتلاقيه بيسميه ار. سميته ار اختصار لرياكشن، سميته ان اختصار لنورمال رياكشن. الاثنين صح، بس انا بحب اسميه ان عشان بس اختصار لنورمال رياكشن. طيب انت ضغطت لفين؟ انت ضغطت لتحت، فالارض ردت عليك لفين؟ ردت عليك لفوق. ومش بس كده، لازم يكون بيربنديكولار على الارض، بيربنديكولار على اللي انت ضغطت عليه. لازم الرياكشن ده يكون بيربنديكولار على اللي انت ضغطت عليه. حلو. حلو. لكن لو تخيلنا ان احنا جبنا جسم زي كده وسندناه على الحيطه، سندناه على الحيطه كده، فانت دلوقتي حضرتك بتضغط على الحيطه في انهي اتجاه؟ اتجاه الضغطه بتاعتك او اتجاه البريشر بتاعتك. تعال نقول ان ده اتجاه البي. البريشر بتاعك، انت بتضغط على الارض او على الحيطه في الاتجاه ده، فالحيطه ما تسكتش، تقوم رد عليك برياكشن في الاتجاه العكسي ليه. انت بتضغط شمال فهي ترد عليك برياكشن يمين. ولازم يكون بيربنديكولار، لازم يكون بيربنديكولار على الحيطه. يعني احنا لو تخيلنا حيطه تانية، حيطه عامله كده،
وجبت انت جسم، قمت ساند على الحيطه بالوضع ده، سندت على الحيطه بالشكل ده، فانت كده بتضغط على الحيطه يمين بقى، انت المره دي بتضغط على الحيطه يمين، فالحيطه ما تسكتش ترد عليك بنورمال رياكشن فين؟ نورمال رياكشن يكون شمال في الاتجاه ده. حلو؟ حلو. لكن تخيل معايا بقى لو انت سندت على سقف، يعني مثلا جبنا ايه؟ تعالى كده ناخد دي كده هنا، حطها هنا. لو احنا جبنا سقف بالشكل ده، لو احنا جبنا ايه؟ سقف. السقف اسمه سيلينج. مش عارف لو كاتبها صح او غلط، بس ما علينا، يعني هو اسمه سيلينج كنطق صح. فكك من السبيلنج. السقف ده يا صديقي لو انت جيت وحطيت عليه جسم كده بالشكل ده، فانت كده يا صديقي اولا الجسم وزنه لتحت، وزن الجسم نفسه لفين؟ وزن الجسم لتحت، ليه ويت بتاعه بيأثر لفين؟ بيأثر لتحت. حلو؟ ده السيلينج او ده السقف. لو انت بتأثر فالجسم وزنه بيأثر عليه لتحت، اما انت ضغطت على السقف فين؟ انت ضغطت على السقف لفوق في الاتجاه ده، فالسقف ما يسكتش ويقوم رادد عليك بنورمال رياكشن لتحت عكس الضغط. نورمال رياكشن عكس الضغط. عشان بس ايه؟ في ناس كتير بتقول كلمتين بيضايقوني جدا عن النورمال رياكشن ده. بيقول لك دايما النورمال رياكشن عكس الويت، عكس الدبليو، وده مش صحيح. هو في حالات عكس الدبليو زي هنا كده، انت لما سندت على الارض النورمال لفوق والدبليو لتحت، بس بص هنا كده في حاله السقف انت دلوقتي الويت بتاعك لتحت وكمان النورمال بتاعك لتحت، يعني الاثنين في نفس الاتجاه. ده اول كلمه بتواجهني، كلمه غلط بتعصب. فالنورمال رياكشن مش عكس الضغط، او سوري مش عكس الويت، هو عكس الضغط. شوف انت ضغطت فين فالنورمال رياكشن عكسه. تاني كلمه بيقول لك ان لازم النورمال رياكشن يساوي الويت، وده برده مش صحيح. النورمال رياكشن مش بيساوي الويت الا في حالات معينه، في حالات معينه. يعني مثلا لو مفيش غير الفورس النورمال لفوق ومفيش غير الويت لتحت، فالنورمال هيساوي الويت، لان طالما الجسم ثابت يبقى اللي فوق بيساوي اللي تحت. لكن بص هنا في الحاله دي اصلا، بص الويت فين؟ الويت لتحت كده كده، يعني في حاله الحيطه دي الويت لتحت، لكن النورمال رياكشن يمين. النورمال رياكشن يا صديقي بيكون قد الضغط، قد مقدار الضغط. بمعنى لو انا مثلا في الحاله الاولى دي جبت فورس ثالثه وقمت شادد الجسم بيها لفوق كده، تعال نسمي الفورس دي مثلا كي، جبت فورس كده وشديت بيها الجسم لفوق. فمن هنا في الحاله دي يا باشا اللي فوق كلهم اللي هو ان بلس كي هيساوي مين؟ هيساوي اللي تحت اللي هو مين؟ اللي هو الدبليو. ففي الحاله دي الان ما كانتش بتساوي الدبليو على طول، لا الان او كل اللي فوق بيساوي كل اللي تحت. فدي برضو تاني مقوله غلط. المقولتين الغلط اللي دايما الناس بتقولهم ان الان عكس الدبليو والان قد الدبليو، لا مش لازم، هي على حسب وضعهم بالنسبه لبعض. جميل؟ جميل. طيب فاللي انا عايز اكد لك عليه ان دايما النورمال رياكشن ده عكس مين؟ عكس الضغط. تعالى كده بقى لاخر مثال ده اللي هو مثال الكوبري او مثال الانكلايند بلين. لو انا جيت وحطيت جسم على الانكلايند بلين كده بالشكل ده، فالجسم ده يا صديقي اثر او ضغط على الانكلايند بلين في الاتجاه ده، فالبلين ما يسكتش يقوم رادد عليه بايه؟ بنورمال رياكشن. بس الفكره ان النورمال رياكشن هنا هيبقى مايل. ليه؟ عشان يحقق الشرط الثاني، الشرط المهم جدا ان هو نورمال، لازم يكون بيربنديكولار على الجسم او على البلين اللي انت ضغطت عليه. البلين بقى المره دي مايل، فهو عشان يبقى بيربنديكولار عليه لازم يبقى مايل زيه، بس اهم حاجه ان الانجل بينه وبين البلين تكون كام؟ تكون 90. وهفهمك. حد هيقول لي دلوقتي طب هو انا مش انا ضغطت بالويت لتحت، مش انا ضغطت بالويت لتحت كده؟ هقول له صحيح، لكن الفكره انك ما ضغطتش بالويت كله، يعني ما ضغطتش بكل قيمه الويت. من الجيومتري يا صديقي، ودي حاجه انت خدتها في ثانيه ثانوي، احنا لو جينا قسنا الانجل دي اللي ما بين الفيرتيكال والاتجاه ده، هنلاقي ان الانجل دي سيتا زيها زي السيتا بتاعت البلين من الجيومتري. فلو احنا فكرنا نعمل ريزوليوشن للويت، عملنا ريزوليوشن للويت ده، لما نعمل له ريزوليوشن هيبقى فيه كومبوننت في اتجاه السيتا كده، في الاتجاه ده اللي هو لازق في السيتا، والكومبوننت اللي لازق في السيتا دايما بياخد كوساين، ده دبليو كوساين سيتا. وهنلاقي في كومبوننت بعيد عن السيتا، قلت لك في الريزوليوشن احنا بنعمل لهم ريزوليوشن انتو تو بيربنديكولار كومبوننت، اثنين بيربنديكولار على بعض، كومبوننت بعيد عن السيتا وده اللي ياخد ساين، ده الدبليو ساين سيتا. وخلي بالك ان اي جسم على انكلايند بلين بيأثر عليه ايه؟
بيكون الريزوليوشن بتاع الويت بتاعه بالشكل ده. واحد نورمال على البلين، في اتجاه نورمال على البلين دبليو كوساين سيتا، وواحد باراليل للبلين، واحد في نفس اتجاه البلين بيكون مقداره دبليو ساين سيتا. حلو. الفكره بقى انك ضغطت دلوقتي، لو احنا شلنا الويت ده، احنا خلاص عملنا ريزوليوشن للويت، انت كده ضغطت بانهي جزء؟ ضغطت بالجزء ده بس، لكن الجزء ده بيشدك لتحت، ده مش بيضغط على البلين اصلا، ده بيشدك لتحت. انت ضغطت بالجزء ده بس اللي هو دبليو كوساين سيتا. وضغطت ازاي؟ ضغطت في الاتجاه ده، يوم البلين ما يسكتش يرد عليك في اتجاه عكسه اللي هو نورمال على البلين، فيبقى اتجاه النورمال رياكشن في الحاله دي بالشكل ده. احنا كده عرفنا تاني فرصه عندنا اللي هي رد الفعل او الرياكشن. حلو. بيكون اتجاهها دايما فين؟ عكس الضغط، بتكون نتيجه ان جسمين لمسوا بعض. بمعنى يعني لو الجسمين ما لمسوش بعض ما يبقاش في رياكشن؟ اه طبعا. يعني لو عندي جسم بيتحرك في الهواء كده، بيتحرك في الهواء كده حر طليق، مش هيبقى فيه عليه رياكشن اصلا. لكن وانس انه نزل ولمس الارض، طالما لمس الارض، طالما حصل كونتاكت هيحصل الرياكشن. لكن طول ما فيش كونتاكت مفيش رياكشن. اتفقنا؟ اتفق. طيب ركز معايا بقى كده عشان في 2 ابلكيشنز مهمين جدا انا عايزك ايه تركز لي فيهم. تخيل معايا ان انا جبت ايه؟ جبت رد حته عصايه زي عصايه المقشه كده اللي عندك في البيت، وقلت لك الرد ده هقوم انا احطه هوريزونتالي كده. الرد ده لو هو هوريزونتالي كده، الرد ليه ويت بيأثر عليه لتحت، ليه وزنه بيأثر عليه لتحت، ده الويت بتاعه. حلو. فلو انا سبت الرد كده في الهواء، الرد يحصل له ايه؟ وزنه بيشده لتحت، فالرد هيقع. فاقوم انا جاي بحاجه اسمها سبورتس. حاجه اسمها ايه؟ سبورتس. السبورت في شكله في المسائل بيكون عامل زي كده، بيكون مثلث كده عامل كده، ده شكل السبورت. حلو. ده كده شكل السبورت في المسائل. بعمل ايه بالسبورت ده؟ بقوم ساند الرد عليه، فبجيب 2 منه مثلا او 1 منه، بجيب سبورت اولاني وسبورت تاني كده بالشكل ده، وبسند الرد عليهم. هفهمك الموضوع زي ايه. شفت الرف اللي عندك في الدولاب؟ الرف بيبقى شكله عامل كده، لو انت عندك رف متعلق على الحيطه، الرف بنحطه بالشكل ده وبيكون تحتيه في حتتين حديد كده، هو ايه؟ ساند عليهم. ده من تحت، يعني تخيل معايا ان ده من تحت، الازرق ده من تحت، هو ساند عليهم. حتتين الحديد دول هم دول اللي اسمهم ايه؟ هم دول اللي اسمهم السبورتس. حلو. حلو. بس في حاجه مهمه، نتيجه ان الرد ده سند على السبورت هنا، طالما سند عليه فلازم يحصل ايه؟ بص هنا كده في النقطه دي سند عليه، وفي النقطه دي سند على السبورت برضه. فنتيجه السنده دي طالما حصل كونتاكت لازم يحصل ايه على طول؟ رياكشن. فانا ضغطت على السبورت لتحت، السبورت ما يسكتش، انا ضغطت عليه لتحت، فالسبورت يقوم رادد عليا بايه؟ بنورمال رياكشن لفوق كده. تعال نسميه مثلا N1. ونتيجه اني برضو ضغطت على السبورت الثاني، فبرضو السبورت الثاني يرد عليا بايه؟ بنورمال رياكشن لفوق كده. تعال نسميه N2. حلو. حلو قوي. ده شكل هيواجهك كتير في المسائل، بمعنى رد ريستس سند اون تو سبورتس، على سبورتين. عندي رد وسند على ايه؟ على سبورتين بالشكل ده او بالمنظر ده. فبيبقى شكلهم عامل ازاي؟ بيبقى شكلهم عامل كده، بما اني سندت على السبورت الاولاني هيرد عليا برياكشن لفوق، وسندت على السبورت الثاني فيرد عليا برده برياكشن لفوق. في برده شكل مهم جدا، لو عندي نفس الرد او حتى سلم لادر، وقمت جاي كده، جاي على فيرتيكال بلين، حيطه، وول، فيرتيكال وول، وهوريزونتال جراوند، ارض عادي، جراوند، ده بنسميه ايه؟ دي حيطه ودي ارض عادي، وقمت انا جايب سلم وقمت ساند السلم على الارض والحيطه كده. لو انت سندت السلم على الارض والحيطه فالسلم هيسند عليهم ويبقى وضعه مايل كده، هو السلم اللي بالازرق ده. حلو. السلم ان السلم ليه وزنه هينزل، لو هو مثلا الرود او اللادر يونيفورم فوزنه هينزل من نصه بالظبط، من نص السلم مش من نص الارض، احنا دلوقتي بنتكلم عن السلم.
وزنه هينزل من نص السلم بالظبط كده، دبليو سين وزنه دبليو لتحت. بص بقى دلوقتي جه السلم ده وسند على الارض في الحته دي، فهو لما سند على الارض هو ضغط على الارض، فالارض ما تسكتش، لازم ترد عليه على طول بايه؟ بنورمال رياكشن بيربنديكولار على مين؟ بيربنديكولار على الارض، سميه ان 1. مش بس كده، السلم برضو اتسند على الحيطه هنا، فالحيطه برضو ما تسكتش، الحيطه تقوم رد عليه بنورمال رياكشن بس بيربنديكولار على الحيطه. انت ضغطت على الحيطه شمال، فالحيطه ترد عليك يمين في الاتجاه ده برياكشن، تعالى نسميه مثلا N2. بس الاهم ان N2 ده بيربنديكولار على الحيطه وN1 ده بيربنديكولار على الارض، فبس عشان تبقى مدرك الاشكال دي. طيب تخيل معايا برضو مثلا رد مايل كده، ده رد حلو، وقام الرد ده سندته انا على ارض كده، سندته على ارض هوريزونتال، وجبت سبورت وقمت ساند السبورت ده على الرد هنا، يعني رف كده حطيت عليه السبورت من هنا. فتخيل معايا شكل، طالما سند على حاجتين يبقى في 2 رياكشنز. تعالى بقى نتخيل اشكال الرياكشن. عند الارض هنا انت ضغطت على الارض لتحت، فتقوم الارض رد عليك بايه؟ بنورمال رياكشن بيربنديكولار، بس بيربنديكولار على الارض، تعالى نسميه N1. اما بالنسبه للسبورت، انت ضغطت على السبورت في الاتجاه ده، انت بتضغط عليه في الاتجاه ده، فالسبورت ما يسكتش، يرد عليك بنورمال رياكشن. المره دي هيكون ايه؟ بيربنديكولار على اللي سند، او بيربنديكولار على اللي انت سندت عليه اللي هو ايه؟ الرد نفسه. فالمره دي هيكون النورمال رياكشن بيربنديكولار على الرد، تعال نسميه مثلا N2. حد فاهم حاجه؟ جميل قوي. فدي اشكال الرياكشنز اللي انت ممكن تتعلم او تتعامل معاها. شوف انت ضغطت ازاي وحط رياكشن عكسه. جميل؟ جميل. فالرياكشن ده فرصه مهمه جدا، بتكون فين؟ عكس الضغط. فرصه مهمه جدا بتكون فين؟ عكس الضغط، وبيربنديكولار على البلين اللي انت ضغطت عليه. اوكي؟ اوكي. صلي على النبي بقى. تعالى معانا بقى لتالت فرصه عندنا، النوع التالت عندنا من الفورسز، ودي فرصه مهمه جدا، فرصه مهمه جدا، اسمها ايه؟ اسمها الفريكشن فورس، قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك دي قوة طبيعية جدا ربنا خلقها لنا انها تعاكسنا. يعني ايه تعاكسنا؟ يعني هي دايما قوة بتكون عكسنا. بمعنى اي جسمين حصل بينهم تلامس، تعالى كده نتخيل ادي ارض وفي جسم عليها كده، محطوط عليها كده، حصل بينهم تلامس. فدلوقتي الجسم ده ساند على الارض، الجسم ده لو انت حاولت تحركه على الارض دي، يعني جيت انا مثلا شديته بفورس يمين كده، سميها F1، شديته بفورس يمين كده، فانا دلوقتي بحاول احرك الجسم في الاتجاه ده، الارض ما تسكتش، ما تسكتليش، ما تسمحليش ان اتحرك. مش انت واقف عليا انت تتحرك كده بسهوله؟ لا، الارض ساعتها بترد عليا بفورس عكس اتجاه الحركه. لو انا بحاول احرك الجسم ده يمين، فالارض هتقوم محتكه مع رجلي، محتكه مع الجسم ده كده من هنا، وتقوم رد عليك بفورس فين؟ عكسه، شمال. هنسميها فريكشن فورس او هنرمز لها باف ار كده. دي قوه ايه؟ دي فورس طبيعيه بتحدث امتى؟ نتيجه ان جسم بيحاول يتحرك على جسم تاني. في جسمين ساندين على بعض وجسم منهم بيحاول يتحرك على جسم تاني، وبيكون اتجاهها فين بقى؟ ده المهم، اتجاهها بيكون عكس الحركة. عكس ايه؟ عكس الحركة. ده اتجاه الفورس بتاعك، بتكون فورس اتجاهها عكس الحركة. يعني انا لو حاولت احرك الجسم يمين، فالفريكشن على الجسم ده هتكون شمال، حاولت احرك الجسم ده لفوق فالفريكشن هيكون لتحت، وهكذا. بس لازم يكون ساند على جسم عشان يحصل فريكشن اصلا. طيب صلي على النبي. هفهمك الفريكشن ده بمثال. لو احنا تخيلنا ان انت عندك كنبه كده، كنبه في الصاله بتاعت بيتكم، او ترابيزه مثلا، ترابيزه او كنبه، وجيت انت حضرتك قمت حاطط ايدك على الترابيزه كده بالشكل ده، فانت كده بتاثر على الترابيزه ايه؟ بفورس يمين، كانك بتحاول تشدها. حلو. لو الفورس دي صغيره شويه، زي مثلا ان هي ب1 نيوتن، او بلاش ترابيزه، تعالى نتخيل ايه؟
نتخيل تلاجة، عندك تلاجة كده في البيت، وانت جيت سندت على التلاجة دي، حطيت ايدك عليها بس كده. انت عارف ان انت اقسم بالله بتشدها بفورس او بتزقها بفورس كده. لو انت سندت عليها هنا مثلا فانت بتزقها بفورس كده. الفورس دي مثلا دلوقتي صغيره قوي، فهي 1 نيوتن مثلا، 1 نيوتن. التلاجة هتتحرك ولا مش هتتحرك؟ هتفكر فيها كده هتلاقي هتقول لا دي فورس صغيره قوي مش هتحرك التلاجة يعني. مع ان منطقيا طالما الجسم ده بيزق فورس يمين لازم اقسم بالله يتحرك يمين. طب ايه اللي منع التلاجة من انها تتحرك؟ ما انت بتأثر بفرصة ايه؟ حتى لو هي صغيرة هيتحرك بسرعة اقل، او هيتحرك باكسلريشن اقل، هيتحرك بسرعة بطيئة. انما ايه اللي منع التلاجة من انها تتحرك؟ طالما الفورس 1 نيوتن دي ما حركتش الجسم، فالاكيد واللازم ان اكيد كده في فرصة قدها وعكسها كنسلتها، قيمتها برضو 1 نيوتن. عارف الفورس دي ظهرت نتيجة ايه؟ نتيجة احتكاك الارض بتاعت التلاجة مع الارض اللي هي ساند عليها. قمت انت مشخصن الموضوع، او انت اتضايقت من الموضوع، فقمت زائد التلاجة بفورس اعلى شوية قيمتها مثلا 5 نيوتن. التلاجة لسه ما اتحركتش. ده معناه ان الفورس دي اللي هي بتاعت الفريكشن زادت، بقت كمان هي كمان كام؟ 5 نيوتن، لان الجسم لسه ما اتحركش. قمت انت مزود اكتر خليتها 10 نيوتن، برضه التلاجة لسه ما اتحركتش. عارف ليه؟ فده معناه برضه ان الفورس بتاعت الفريكشن دي برضه زادت بقت 10 نيوتن. ايه ده؟ ده معناه ان الفورس بتاعت الفريكشن دي هي قيمة فاريبل متغيرة. مش ثابتة، مش قيمة ثابتة. شوف انت هتشدني بكام، هقوم انا شدك عكس بنفس المقدار. هتشد ب3 هشد ب3، هتشد ب2 هشد ب2، هتشد ب10 هشد ب10. يعني هتزود الفورس اللي بتحاول تحرك بيها الجسم، هتقوم الفريكشن هي كمان زايده. بس ده يا صديقي مش هيكمل الى ما لا نهايه. ما انت في قوه معينه زي مثلا شديناها ب70 نيوتن تقوم التلاجة اتحركت. في فورس معينه كده التلاجة مش هتفضل تديك فريكشن، او الارض مش هتقدر تديك فريكشن الى ما لا نهايه. هو قيمه الفريكشن هتقعد تزيد كل ما زودت الفورس، تزيد كل ما زودت الفورس، تزيد كل ما زودت الفورس، بس الموضوع ليه ليميت. في احتكاك احنا بنسميه الماكسيمم فريكشن، اقصى قيمه، الماكسيمم فريكشن فورس الارض دي هتقدر تديها لك. والماكسيمم فريكشن او اقصى قيمه للفريكشن دي بتكون قيمه معينه اسمها تكون ناتج او حاصل ضرب حاجتين في بعض، حاجه اسمها الميو مضروب في حاجه اسمها الان. طيب الان وعارفينها. مين الان دي؟ الان دي هي النورمال رياكشن، النورمال رياكشن بتاعه الارض اللي انت ساند عليها. طب مين الميو دي؟ الميو دي حاجه اسمها الكوفيشنت، اسمها الكوفيشنت اوف فريكشن، او الكوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن، او الكوفيشنت اوف دايناميك فريكشن. مين بقى الكوفيشنت اوف فريكشن دي؟ تخيل معايا يا صديقي انت دلوقتي بتحاول تحرك الجسم بتاعك على ارض اسفلت، او بتحاول تحرك الجسم بتاعك على جليد او تلج. تفتكر هتحركه فين اسهل؟ هتحركه على التلج طبعا، على الجليد، لان الاسفلت خشن اكتر، مور رف اكتر من التلج. لو ده مثلا اسفلت وده تلج ايس، فهو هيتحرك على التلج اسهل. طب لو جبت جسم خشب وحطيت عليه الجسم بتاعك، فهو هيتحرك بس يعني بقيمه ما بينهم، هتكون الفريكشن ما بينهم ما بين الاسفلت هتكون الفريكشن بتاعته عاليه عشان هو خشن قوي، والتلج الفريكشن بتاعته هتكون قليله عشان هو ناعم، عشان هو سموز. والخشب لو ده وود مثلا هيكون ما بينهم. فده معناه يا صديقي ان قيمه الفريكشن دي بتعتمد على السطح اللي انت ساند عليه، على نوع السطح. اصل كل نوع، كل طبيعه ماده ليها الفريكشن بتاعها، ليها القيمه بتاعت الفريكشن بتاعها. هو انت لو حركته على اسفلت زي لو حركته على تلج زي لو حركته على خشب؟ لا طبعا.
فالكوفيشنت اوف فريكشن دي حاجه في طبيعه الماده، حاجه للماده نفسها اللي انت بتتحركها، او معتمد على ايه؟ معتمد على النيتشر بتاع الماده، معتمد على النيتشر اوف ذا تو بوديز، مش على بادي واحد، لا ذا تو بوديز، الاثنين اللي بيحاولوا يتحركوا على بعض، ذا تو بوديز. فقيمه الكوفيشنت فريكشن ده او معامل الاحتكاك، اسمه بالعربي معامل الاحتكاك، دي حاجه ترجع لطبيعه الماده. طب وليه الماكسيمم فريكشن ده معتمد على الان مش معتمد على الدبليو؟ لان ده سؤال هيجي في دماغك. حلو. انت معتقد ان كل ما الجسم الويت بتاعه يكون كبير فالفريكشن بتاعه هيكون اعلى، لكن هو مش راجع للويت، هو راجع للرياكشن. ليه؟ تخيل معايا حته طوبه، حته طوبه كده انا حاططها على الارض. حلو. فحاولت احركها حاولت احركها حاولت احركها، ما اتحركتش لحد ما وصلت ايه يا جماعه؟ يعني مثلا حاولت احركها بواحد نيوتن، ما اتحركتش لان الارض ردت عليها بواحد نيوتن قدهم. حاولت احركها بخمسة، ما اتحركتش لان الارض ردت عليها بخمسة قدهم. حاولت احركها ب20، ما اتحركتش لان الارض ردت عليها ب20 قدهم. فانا عايز اعرف اقصى قيمه او القيمه اللي انا محتاج ازقها بيها عشان تتحرك. لازم عشان تقدر تحرك الجسم ده لازم تشده بفورس، الفورس دي قيمتها تكون اكبر من الماكسيمم فريكشن. ليه؟ لان تخيل معايا كده الارض دي هتديك ماكسيمم فريكشن مثلا 50 نيوتن، اعلى فريكشن هتديهولك 50 نيوتن. هي ده مش هتديهولك اول ما تاثر، يعني انت لو اثرت ب 3 نيوتن هي هتديك فريكشن 50؟ لا، هتديك 3 برضو. بس انت تقعد تزود، هي تزود، هي تزود، انت تزود، انت تزود، هي تزود، انت تزود، هي تزود، لحد ما توصل للقيمه الماكسيمم دي. يعني انت لو شدتها ب 50 نيوتن الجسم برضو ما يتحركش، بس ساعتها بتكون القيمه دي هي اعلى قيمه تقدر تديها لك، هي القيمه الماكسيمم. لو انت تفيت على الجسم، شايف؟ مش بقول تفيت، لو نفخت فيه، يعني انت لو قصرت بفورس مثلا قيمتها 50.0001، بس اهم حاجه انك قصرت بفورس اعلى من الماكسيمم فريكشن، اقسم بالله الجسم اللي هيتحرك لازم يتحرك، لازم يتحرك. ليه؟ لان انت تغلبت على الفريكشن ده، تغلبت على اقصى فريكشن، لان دلوقتي بقى اليمين اكبر، الفورس اللي بتشده يمين اكبر من الفورس اللي بتشده شمال، فبالتالي لازم الجسم يتحرك. فانت بتقعد تشد في الجسم لحد ما توصل لاقصى قيمه للفريكشن عندك، اللي هي قلنا بتساوي كام؟ بتساوي الميو، حاجه اسمها الميو مضروبه في مين؟ مضروبه في النورمال رياكشن بتاع الجسم ده. حلو. ودي القيمه الماكسيمم اللي انت هتتعامل معاها عامه في منهجنا دلوقتي. لكن هي الفريكشن مش لازم دايما تبقى القيمه الماكسيمم، على حسب انت بتشد بكام. طيب ليه الفريكشن بيعتمد على النورمال رياكشن لكن مش بيعتمد على الويت؟ صلى على النبي. لو تخيلنا نفس الطوبه دي حاولنا نزقها دلوقتي، فالطوبه دي كان الماكسيمم فريكشن بتاعها، او حاولنا نزقها بفورس يمين، قعدنا نزود في الفورس نزود في الفورس نزود في الفورس، الطوبه وزنها ثابت، وزنها مثلا 5 نيوتن مثلا، يعني وزنها 5 نيوتن. فانت قعدت تشدها تشدها تشدها، فهي كانت هتديك ماكسيمم فريكشن في الحاله الاولى دي لو انت حاططها كده الماكسيمم فريكشن بتاعها 30، ده الماكسيمم فريكشن. فانت شدتها 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 لحد ما وصلت للفورس 30 دي، شدتها مثلا بفورس 32 فقامت الطوبه اتحركت. لكن تخيل معايا بقى لو جبنا شخص وقام حاطط رجله على الطوبه هنا، ضغط على الطوبه اكتر، حط رجله على الطوبه، فالشخص ده كده بيزود ايه؟ طالما هو ضغط على الطوبه برجله، فالطوبه ضغطت على الارض اكتر، فكده النورمال رياكشن اللي على الطوبه زاد، الارض ترد عليها بنورمال رياكشن اعلى. الراجل اللي هو ضاغط على الطوبه دي، تفتكر دلوقتي الطوبه عشان تتحرك هتاثر عليها بفورس اعلى من ال30؟ لا، ده ساعتها الماكسيمم فريكشن هيزيد عن ال30، هيكون قيمه اعلى من ال30، مثلا هيوصل ل50. ليه؟ لان انت حاولت تثبت الطوبه اكتر لما ضغطت عليها برجلك كده، فكل ما انت ثبتها او ضغطت بيها على الارض اكتر كل ما الماكسيمم فريكشن اللي الارض هتديهولك هيبقى اعلى. ليه؟ لان زي ما قلنا الماكسيمم فريكشن ده كقيمه هو بيعتمد على الميو مضروب في الان، ده الماكسيمم فريكشن، ده الفريكشن الماكسيمم.
فكل ما انت زودت الان، كل ما انت زودت الضغط على الارض، كل ما قيمه الفريكشن دي ايه حصل لها ايه زادت. لكن وزن الطوبه نفسه ثابت، هو ما اتغيرش. فاهم حاجه؟ طيب، فاللي عايزين نطلع منه من الدرس ده او نستفاد منه من موضوع الفريكشن فورس دي، ان انا عندي قوه اسمها الفريكشن فورس. وخلي بالك ان الفريكشن فورس دي مش بتظهر الا لما تحاول تحرك الجسم، لما تحاول تحرك الجسم. لكن لو انت ما حاولتش تحركه، يعني انا عندي جسم اهو، جسم اهو ليه ويت لتحت 10، فالارض هترد عليه بنورمال رياكشن لفوق، ده رد فعل الارض بنورمال رياكشن 10. حلو؟ انت دلوقتي ما حاولتش تحرك الجسم، يبقى الفريكشن فورس بكام؟ بزيرو، مفيش قوه احتكاك. طول ما انت سايب الجسم في حاله كده ما حاولتش تحركه، هيبقى الفريكشن فورس عليه بكام؟ هتبقى بزيرو، لان انت ما حاولتش تحركه. بس وانس انك حاولت تحركه تشد يمين، فهيترد عليك بفريكشن فورس شمال. يبقى الفريكشن فورس دي ما بتظهرش الا لما انت تكون بتحاول تحرك الجسم. طب واتجاهها فين؟ اتجاهها دايما عكس الحركه. شوف انت بتحاول تحرك الجسم فين، فالفريكشن هيكون عكسها. بمعنى بص كده، لو عندي جسم زي ده ساند على الارض اهو، وجيت انا شديت الجسم ده بفورس سميها اف يمين، فتقوم الارض ما تسكتش، تقوم رد عليك بفريكشن فورس سميها اف ار شمال. ليه؟ انت دلوقتي حاولت تحرك الجسم يمين، فالفريكشن يبقى شمال. لكن تخيل معايا لو ده جسم على حيطه كده، وانا ساند الجسم ده على حيطه بالشكل ده، وجيت انا حاولت احرك الجسم ده بفورس لفوق على الحيطه كده، فورس ايا يكن يعني قيمتها كي، حاولت احركه بفورس كي، ساعتها الفريكشن هيبقى فين؟ هيبقى عكس اتجاه الحركه. انت بتحاول تحركه لفوق، فساعتها الفريكشن هيكون لتحت، قيمه الفريكشن فورس هتكون لتحت، او اتجاه الفريكشن فورس هيبقى لتحت. ليه؟ لان الفريكشن فورس دي عكس الحركه دايما. طب تخيل معايا كده انت على انكلايند بلين، الانكلايند بلين ده انت ممكن تتحرك عليه فوق او ممكن تتحرك عليه لتحت، لكن وانس انك حاولت تتحرك في اتجاه فالفريكشن يكون عكسك. انت حاولت تتحرك على الجسم ده يمين كده، فالفريكشن فورس تكون شمال عكسك كده، عكس اتجاه الحركه. فالفريكشن فورس بتشوف انت هتتحرك ازاي وهي تعكسك، تقوم مقصره عكسك الناحيه الثانيه، عكس الحركه. اوكي؟ فالفريكشن فورس دي كفورس هي دايما عكس الحركه، والقيمه الماكسيمم بتاعتها اللي احنا هنتعامل معاها دايما هي ميو في الان، دي قيمتها واتجاهها عكس الحركه. حلو؟ يبقى احنا عندنا فورسين، الفورس الاولى اللي هي الرياكشن، والرياكشن ده او رد الفعل ده بيكون ايه؟ بيكون عكس الضغط. خلي بالك بس، عايزك تفرق، الرياكشن بيكون عكس الضغط، اما الفريكشن، الفريكشن فورس بتكون ايه؟ عكس الحركه. شوف انت هتحرك الجسم فين، فالفريكشن يكون عكسك. اتفقنا؟ اتفق. اما رابع نوع من الفورسز عندنا، النوع الرابع من الفورسز عندنا هي فورس اسمها الاكسترنال فورس، الفورس الخارجيه. الفورس الاكسترنال دي بقى بتكون ممثله في كذا حاجه. ممكن يبقى عندي حبل، الحبل ده بقول عليه واير، او بقول عليه سترينج، سترينج اللي هو الحبل برضو معنى حبل، او بقول عليه روب، روب حبل. كل دول بمعنى الحبل. الحبل ده يا جماعه لازم تبقى فاهم حاجه، ان الحبل ده بيعمل تنشن، يعمل حاجه اسمها تنشن، شد، بيشد الجسم. بس انت بالحبل انت بتشد بيه الجسم، لكن مش بيعمل كومبريشن. كومبريشن يعني انت بتضغط بيه على الجسم، كومبريشن هو بيعمل تنشن، بيعمل شد بس، بيشد بيه الجسم لكن مش بيعمل كومبريشن. حلو؟ حلو. فلو انا عندي جسم زي كده، الجسم ده قمت انا ربطه بحبل، الحبل يا باشا لو انت هتشد الجسم بيه، فانت بتشد الجسم، فاتجاه الشد بيكون خارج من الجسم دايما. لو انت بتشد الجسم، اتجاه الشد اللي في الجسم بيكون خارج من الجسم. مش انت رابط الجسم كده، فهو اتجاه الشد فيه هيكون خارج من الجسم. لو انت رابطه بحبل كده، فاتجاه الشد هيكون خارج من الجسم، انت كده بتشد الجسم يمين. لكن تخيل معايا نفس الجسم ده ومربوط بحبل كده، وقمت انت زائق الحبل ناحيه الجسم، انت بتزق الحبل ناحيه الجسم، ايه اللي هيحصل في الجسم؟ او ايه اللي هيحصل في الحبل؟ هتلاقي الحبل رخه كده، حبل اترخى كده، فما فيش شده، وانت كده مش هتاثر على الجسم.
انت كده اثرت في الهواء، لان الحبل مش مشدود، لان الحبل بيشيل شد بس. انت لما حاولت تعمل كومبريشن، حاولت تعمل ضغط، فقام الحبل حصل له ايه؟ اترخى. فاهم حاجه؟ فالحبل بيشيل شد، بيشيل تنشن مش كومبريشن. اوكي، تخيل معايا نفس الجسم ده، قمت انا معلقه، ربطه بحبل كده ومعلقه لفوق، فاتجاه الشد هيبقى فين؟ خارج من الجسم، هيبقى لفوق كده لو انا علقته بحبل كده. فاهم حاجه؟ فدايما اتجاه التنشن ده ممكن يكون الجسم مربوط بحبل. لو الجسم مربوط بحبل فالحبل ده بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه تنشن، شد، واتجاه التنشن ده دايما ايه؟ خارج من الجسم، خارج من الجسم. ده اتجاه التنشن. حلو. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب حته عصايه كده، حته العصايه دي زي النجفه، تخيل معايا النجفه. حته العصايه دي بدل ما اسندها على تو سبورتس بالشكل ده، انا مش عايز اسندها على مسندين يا عم، لا انا عايز اشيل التو سبورتس دول، واقوم جاي من طرف حته العصايه دي رابطها بحبل، واقوم رابط الحبل ده فوق كده في السقف. فالحبل ده دلوقتي بيأثر على حته العصايه بفورس، اتجاهها فين؟ اتجاهها لفوق. ده اتجاه التنشن، اتجاه الشد دايما بيكون خارج من الجسم اللي انت ربطته بيه. حلو. وجيت ربطته من الناحيه الثانيه بحبل تاني عشان اثبته، لان انا لو سبته كده هيقع برضه، وربطه في الحيطه او ربطه في السقف. فدلوقتي اتجاه الايه؟ التنشن في الحبل ده هيكون برضه لفوق. فالتنشن اللي في الحبل ده بالنسبه لي فورس خارجيه، فورس اكسترنال، فده بيعتمد على كل مساله والتانيه على حسب بقى فورس خارجيه انا باثر بيها بالجسم. طيب فورس تانيه ممكن يكون اكسترنال ويت. اكسترنال ويت، وزن خارجي. بمعنى ممكن انا اجيب حته العصايه دي او السلم ده مثلا، حته العصايه دي، حته العصايه دي ليها وزنها، زي مثلا حته العصايه دي يونيفورم، فانت زي ما انت فاكر الجسم اليونيفورم الوزن بتاعه بينزل منين؟ من نصه بالظبط. ده وزن حته العصايه اللي هو بالاحمر ده. لكن حته العصايه دي لو انا جبت مثلا عصايه مقشه وزنها 5 نيوتن، دي عصايه المقشه ودي وزنها. لكن ممكن انا عصايه المقشه دي اقوم جاي انا معلق، كلمه معلق، علقت او تعليق، كلمه تعليق يعني سسبندد، اسمها في اللغه سسبندد، اتعلق. جيت انا علقت وزن، ممثل مثلا كده كاني جبت كيس بطاطس، تخيل معايا كده كيس بطاطس وقمت معلقه في عصايه المقشه دي. كيس البطاطس ده ممكن احطه هنا، كيس البطاطس نفسه ليه وزنه وبيأثر على العصايه لتحت برضه، فده مثلا نسميه W2. فانا عايزك تفرق ما بين الاثنين، ما بين وزن العصايه نفسه، وده كان النوع الاول من الفورسز اللي هو وزن الجسم نفسه، اما وزن كيس البطاطس اللي انت علقته ده، فده وزن وده وزن مختلف. الاثنين اوزان، والاثنين بيأثروا لتحت لان اتجاه الوزن دايما لتحت، لكن تخلي بالك ان دي كده فرصه خارجيه، دي فرصه خارجيه على الجسم، فرصه من بره انا اللي حطيتها على الجسم، اثرت بيها على الجسم. اما الويت ده وزن العصايه نفسه، لا دي فرصه من الجسم، دي فرصه جايه من الجسم نفسه، دي فرصه مش خارجيه. اما الجسم اللي انا علقته فيه ده فرصه خارجيه. مش بس كده، انا ممكن اجيب راجل والراجل ده اقوم موقفه فوق العصايه كده، الراجل موقفه انا فوق العصايه، فالراجل ده ليه وزنه برضه بيأثر على العصايه لتحت. تعالى مثلا نسميه W3، ليه وزنه برضه بيأثر لتحت. اي وزن في الدنيا، سواء وزن الراجل، سواء وزن العصايه، سواء وزن كيس البطاطس اللي انا علقتهم دول، دايما اتجاههم لتحت. بس هو الفكره انك تفرق، ده كده برضه فرصه خارجيه، دي فرصه من بره انا اللي هقول لك عليها في السؤال. يعني ما ينفعش اقول لك ما ينفعش ما اعرفها لكش، لكن انت المفروض تبقى عارف الفرصه الداخليه او الفرصه بتاعت وزن العصايه دي انت اللي تحطها من نفسك. اما الفرصه الخارجيه فانا اللي هقول لك عليها. حلو. زي وزن راجل، زي حته العصايه دي، او زي الجسم اللي هعلقه، اللي هيتعلق في حته العصايه. برضو تخيل معايا كده، لو انا عندي مثلا رد او سلم، سلم ده سند على حيطه فيرتيكال وارض هوريزونتال بالشكل ده، فشكل السلم هيبقى عامل كده. حلو. شكل السلم هيبقى عامل كده. لو احنا قلنا ان السلم ده يونيفورم يعني وزنه ينزل من نصه بالظبط، فاتجاه وزنه لفين؟ لتحت كده دبليو. تخيل معايا ان هو فيرتيكالي داون، مش مايل، هو لتحت. حلو. طيب الجسم ده دلوقتي سند على الارض، فالارض ترد عليه بنورمال رياكشن زي ما احنا متعودين، نسميه N1
عشان انت ضغطت على الارض لتحت فهي ترد عليك برياكشن لفوق، وسندت على الحيطه فالحيطه برضو ترد عليك برياكشن سميه N2 يمين كده. طيب جميل. انت دلوقتي نتيجه الايه الرياكشنز دول نتيجه الضغط. لو في حد بيفهم وفهم يعني ايه ايكوليبريم فعلا، يبص على الاشكال اللي قصادي دي ويقول لي ان الشكل اللي قصادي ده مستحيل يتزن. مستحيل الجسم ده يتزن. ليه؟ في فورس بتشده لفوق اللي هي قيمتها مين؟ قيمتها N1، وفي فورس بتشده لتحت. فممكن يكون ال N1 قد الويت، فبالتالي الجسم لا يتحرك فوق ولا يتحرك لتحت. لكن بص كده على الفورس دي فورس بتشده يمين ومفيش حاجه بتعكسها، مفيش حاجه بتشده عكسها شمال، فالجسم ده مستحيل يتزن، هو كده لازم يتحرك يمين. طيب الفورس اللي هي هتشده شمال عشان تثبته ده بقى هيرجع لطبيعه الجسم. تخيل ان الارض دي نسيت اقول لك على حاجه. الارض بتاعتك لو سموث في المسائل، فاحنا ساعتها بنهمل الفريكشن، بنقول ان تقريبا الفريكشن فورس بزيرو، بنهمل الفريكشن ونحطه بزيرو. لكن لو الجسم او البلين اللي انت سندت عليه رف ساعتها لا، بتحط فريكشن فورس، فالفريكشن فورس مش بتساوي زيرو. حلو. طيب هنا يا جماعه انت دلوقتي كده بتحاول، طالما بتزق الجسم يمين بN2 فانت بتحاول تحركه يمين، فتخيل معايا ان الارض دي رف وانت بتحاول تحرك الجسم يمين، فالارض هترد عليك بايه؟ بفريكشن فورس شمال كده. قيمتها بقى فريكشن فورس، قيمتها μN مش هتفرق، بس هي هترد عليك بفريكشن فورس شمال، ولازم الفورس اللي هي اثرت عليك بيها شمال دي تكون قد الفورس اللي اثرت عليك بيها الحيطه يمين عشان الجسم ما يتحركش. فهنا اللي خدمني الفريكشن فورس ان نتيجه اني حاولت احرك الجسم يمين ظهرت فريكشن فورس شمال عكسها. انما تخيل معايا ان الارض كانت سموث، يعني مفيش فريكشن اصلا. ما احنا قلنا في حاله ان الجسم اللي انت ساند عليه ده سموث فمش هيبقى فيه فريكشن، مفيش فريكشن اصلا. اثبت الجسم ده بقى ازاي؟ بقوم انا جاي في المساله رابط طرف السلم او طرف الحبل ده او طرف الرد ده من تحت كده بحبل، واقوم انا شاده بفورس عكس ال N2 عشان بس اثبته. الفورس دي ممكن تبقى حبل فيبقى فيه تنشن، ممكن تبقى فورس فيبقى فيه فورس عادي تبقى شمال كده عكس الحركه. وده هيحصل وهنشوفه في المسائل اللي هو هيقول لي عليها. بس ده مثال على الفورس برضو الاكسترنال، فورس بحاول احرك بيها الجسم، فورس اكسترنال. فاهم حاجه؟ ممكن يبقى جسم كده مايل واقوم انا مثلا جسم عادي واقوم انا مأثر عليه بفورس كده، الفورس دي مثلا بشده بفورس كده مثلا 30 نيوتن او 3 نيوتن، فدي برضو مثال على فورس اكسترنال. فالفورس الاكسترنال دي هي الفورس اللي بتكون غير الويت، فورس غير الويت وغير الرياكشن وغير الفريكشن، اي فورس غير الثلاثه دول. فانت برضو حطها في حسبانك، ودي بتكون معتمده على السؤال نفسه. انا في السؤال اللي هقول لك عليه، فصلي على النبي وتعالى نفتكر كده بسرعه او نلخص اللي احنا قلناه. احنا عندنا اول فورس بتاثر على الجسم بتاعي هي مين؟ وزنه، الويت بتاعه. والويت بتاعه دايما بيأثر لفين؟ دايما بيأثر لتحت، يعني هو ده الاتجاه الثابت اصلا، ده اتجاه ثابت للويت. لكن لو خدت بالك كل الفورسز اللي باقيه اتجاهها متغير من مساله للتانيه، اتجاهها بيتغير. حلو. الفورس دايما اتجاه لفين؟ لتحت. لو الجسم بتاعك منتظم يونيفورم فهيكون مكانها فين؟ هتكون الفورس دي نازله من نص الجسم بالظبط. لكن لو نون يونيفورم هتكون مترحله شويه. حلو. طيب او ممكن الجسم اصلا بتاعك يكون لايت خفيف، فساعتها او ليه نجليجابل ويت. الكلمتين دول بيخلوني تقريبا اهمل الوزن وما احطوش اصلا، احط الوزن بزيرو. اوكي. لكن برضو افتكر مفيش حاجه اسمها وزن بزيرو، ده بس تقريب. تاني فورس بتاعتك او تاني فورس بتاثر على الجسم بتاعي هي رد الفعل او الرياكشن. والرياكشن ده دايما بيكون اتجاهه فين؟ عكس الضغط. وبيظهر لما تسند على حاجه، يعني وانس ان مفيش، انت مش ساند على حاجه فمفيش رياكشن، مفيش ضغط فمفيش رياكشن عكسه. لكن طالما انت ضغطت على حاجه فلازم يظهر رياكشن. بيكون فين؟ بيكون اتجاهه عكس الضغط، وبيكون بيربنديكولار على البلين اللي انت ضغطت عليه. حلو. شوف انت ضغطت على البلين فين، فالرياكشن يكون بيربنديكولار على البلين، زي الامثله اللي احنا قلناها بالشكل ده. طيب اما ثالث فورس عندي وهي كانت الفريكشن فورس. طب اتجاهها فين؟ اتجاهها عكس الحركه، دايما هتكون عكس الحركه، والقيمه الماكسيمم بتاعتها هتكون بتساوي حاجه اسمها الميو. وقلنا الميو دي
حاجه اسمها الكوفيشنت اوف فريكشن، مضروب في النورمال رياكشن بتاع البلين اللي انت سندت عليه، فاهم؟ طيب اما اخر نوع من الفورس هي الاكسترنال، ودي فورس بتكون خارجيه، بتكون ممثله مثلا في الحبال، حبل واير او سترينج او روب. ممكن برضو لو انت كبرت شويه يبقى عندك مثلا سبرينج كده، السبرينج ده بيكون فيه قوه نتيجه الضغط، لو انت ضغطته او شديته فالسبرينج ده بيحاول يقاوم الضغط او الشده دي. يعني انت مثلا لو ضغطت على السبرينج كده بتلاقي السبرينج بيقاوم ضغطتك، يعني انت لو شلت ايدك هتلاقي السبرينج رجع تاني زي ما هو، انت ضغطت عليه فقللت حجمه فيقوم هو ايه عايز يرجع لطبيعته فده معناه يعني بيزقك العكس، فاهم؟ انت لو انت ضغطت على السبرينج كده، ضغطت عليه فانت بتحاول تعمل فيه كومبريشن، فيقوم هو رادد عليك برياكشن، هو يعتبر السبرينج ده زيه زي الرياكشن ورادد عليك بفورس يمين كده، وبدليل انك اول ما تشيل ايدك من على السبرينج هتلاقي السبرينج امتد تاني كده، والعكس برضو السبرينج ده لو انت بتحاول تشده فبتطول طوله فهو يقوم رادد عليك بفرصة عكسك يمين كده. دي فرصة تاخدها في الجامعة يعني، القوة اللي موجودة في السبرينج دي حاجة اسمها ستيفنس وكده، فدي برضو مثال على القوة الخارجية. حلو حلو، اتمنى تكونوا انتوا فهمتوا الجزء ده كويس، وبكده يكون احنا اتكلمنا عن كل انواع الفورسز اللي ممكن تأثر على الجسم بتاعي. اتمنى تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.